توقف دولي مليء بالمتعة. مصر تكسب 4-0 قدام السعودية، تتعادل 0-0 مع اسبانيا، وايطاليا لثالث مرة على التوالي ما تعرفش تتأهل لكأس العالم. طيب هنتكلم النهارده بقى عن ايه احسن 10 فرق في اوروبا. ايه ده؟ طيب احنا قررنا ان احنا هنرتب الفرق او العشر فرق اللي عندنا اللي هم هنصنفهم احسن 10 فرق في اوروبا على اساس 4 عوامل. العامل الاول مستوى الفريق ده جوه الدوري بتاعه. العامل الثاني مستوى الفريق ده في المسابقات الاوروبيه اللي هو موجود فيها. الثالث الفورم بتاع الفريق، مستواه الحالي على اخر مثلا 5 ماتشات. الرابع المتعه البصريه اللي بيقدمها الفريق ده للمشاهد. دي حاجة ترجع. انا متفرج بتفرج على كوره عشان اتبسط واستمتع. حقك، مفيش مشكلة، بس ده ما ينفعش يبقى فاكتور وانت بتقيم فرقة على هي مستواها ايه في مقارنة بباقي الفرق اللي خلاص حواليها. كنت قعدت بس اتفرج دي على حاجة الدوري ترجع. المحلي وهي كوره وخلاص. وجهة نظر كنت تحترم. قعدت اتفرج على اي لعبه تانية وخلصنا. وجهة نظر تحترم يا استاذ. انا بتفرج عشان اشوف حاجه حلوه اتبسط بيها. احنا هنعمل اتفاق الحلقة دي ان احنا مش هنتخانق. اوكي يعني هحاول. هنحاول يعني كده كده عارف ان انا وانت بعد اول اسم في الفرقتين هنبدا نتخانق كده كده، بس ماشي. خلي على الله. هنبتدي بالترتيب من تحت من العاشر لغايه الاول. بس انا قبل العاشر في شويه فرق كده لازم ايه نديهم، اللي هو قبل هم ما بقى- عرفوش يوصلوا ل10. قبل بس ما تقول الاورنبل منشنز اللي انت عايز تقولها براحتك، قولها زي ما انت عايز، بس ليه؟ قبل ما اديها بقى ما تبقاش رخم. لا معلش، مش قادر انت ما بتسيبليش مش حاجه. قادر مش قادر. لا خلاص. الاونربل منشنز، اتفضل يا استاذ. خلاص خلصت. كان لازم اسف عليك. ماشي سفيت واتبسطت الحمد لله. طيب قبل الكلام ده كله، ال4 عوامل دول كل واحد فينا حاطط لهم ارقام بمزاجه، من حيث هو شايف ايه الاهم من التاني. انا عايزكم بقى انتوا كمان بعد ما نخلص تاخدوا ال4 عوامل دول وكل واحد يرتب الفرقه دي براحته، او عايز يجيب 10 فرق تانيين عايز يغير الفرق برضه براحته، وتسيبوها لنا في الكومنتات عشان نشوف انتوا قريبين من ارائنا ولا بعاد خالص. ويا ريت تقولوا لنا مين فينا بيفهم كوره. ماشي اوكي. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك بالصبح. انا الاونربل منشنز اللي عندي عامه الفرق اللي ما عرفتش تخش عندي في التوب 10 هم فرقتين وممكن يبقوا 3 مع بعد ما نتكلم. اولهم مانشستر يونايتد، ما دخلوش معايا بس عشان هم ما بيلعبوش اوروبيا، ما بيعملوش حاجه. هم دخلوا في الاونربل منشنز عندي عشان بس مركزهم في البريمير ليج، وان انا بحترم ان انت تبقى ثالث الدوري الانجليزي، دي حاجه كويسه، بس مش كفايه انك تخش التوب 10 معايا بصراحه. وانا نفس الكلام. والفرقه الثانيه اللي معايا برضو بودو جلينت على الفايب اللي عملوه معانا في الموسم مش اكتر. هزود انا فرقه تشيلسي في مرحله ماريسكا فقط. اي حاجه من بعد ماريسكا انا ماليش دعوه بالفرقه دي، وانا ما عرفتش ادخلهم في التوب 10 بسبب اللي هو من بعد مرحله ماريسكا. شكرا خلاص الموضوع خلص. يلا العاشر بتاعك مع بعض. ايه انا استون فيلا. انت استون فيلا. اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد العاشر. انا مش هينفع كومنت. ليه؟ هو عندي في الليسته اتلتيكو بس مش عاشر خالص. اتلتيكو مدريد العاشر. ليه اتلتيكو مدريد العاشر عندك؟ تعال ناخدها واحده واحده. تعال نبتدي من الدوري. اتفضل. طيب رقم 1 مستواك في الدوري تقريبا من اواخر النص الاول انت باعد الدوري. ماشي بس هو التالت. انت لا اتلتيكو مدريد بقى الرابع. نزل عن فيرا. نزل على فيريال بقى الرابع. تمام. هو بيستعبط في الدوري او مش مهتم خلاص بالدوري، هو عايز يضمن مركز اوروبي وخلاص. ماشي. تمام. ده ما يتناسبش مع حجم الصرف اللي انت صرفته والصفقات اللي انت عملتها اول الموسم. اوكي. انت اعلى فرقه عامله صفقات في اسبانيا كلها، فمش ده الاداء المفروض يطلع منك. طيب خسرت السوبر، دي بطوله انت المفروض انت يعني في المتناول بالنسبه لك كاتلتيكو مدريد الى حد ما تنافس عليه، تلعب من مدريد. انت نسيت ولا ماشي. لا مش قصدي، بس يعني انا مش مستني من اتلتيكو مدريد تكسب السوبر يعني. لا ده بالعكس، ده هي دي البطولات اللي هو بيلعب عليها. ايوه مش ده قصدي، بس سوبر يعني او كاس الملك. هو يعني ماشي في كاس الملك طلع برشلونه وماشي في كاس الملك. ماشي، دي حاجه برضو تحسب له يعني. عشان كده بالنسبه لي تمام. 10 دي غريبه جدا على اتلتيكو بصراحه.
ده واحده، انا قوية لسه يعني. انا لسه واخد فاكتور ماشي. واحد بس. اما نشوف الاسامي اللي عندك فوق بعد كده عامله ازاي. استنى بس. طيب بالنسبه للماتشات اللي انت بتلعبها على ارضك انت هايل. افتح شوف الماتشات القويه بتاعت اتلتيكو مدريد، 70% و80% منها بيتغلب. ماشي. فرقه بتطلع بره ملعبها بتختفي. راجع بقى لطبيعه مدرب، راجع لطبيعه تكتيك، دي مش قصتي. بس الملخص ان الفرقه دي بلا شخصيه جوه الدوري، تمام، وهي بايعه اوريدي، واحنا متفقين على كده. فانا عشان كده حاطه في يعني ده كده فاكتور مديني اللي هو لا شكرا انت اوت خالص. ماشي. تعال نروح لاوروبا. مستواك في اوروبا. الماتشات برضو القوي برضو عليها كومنت في ماتشات اوروبا. ماشي وده عادي في ماتشات اوروبا، ما عنديش مشكله فيه يعني، تمام. جدوله ما كانش صعب. ماشي. مش صعب قوي يعني، انت كان عندك ماتشات كبيره بس مش اصعب جدول بالنسبه للفرق الاسبانيه حتى. ماشي. بس اقول لك حاجه، بس فكره ان انت اصلا لسه مكمل في البطوله لوحدها دي لوحدها تعليك جدا. يعني ان انت تبقى العاشر دي صعبه، انا بالنسبه لي صعب قوي ان اتخيل ان اتلتيكو العاشر وهي لسه بتلعب ربع نهائي. انت واخد من وانت في دور المجموعات من الفرق السهله. ماشي، ما هي دي القرعه وقعته في فرقه عامله زي كده. انا ماشي، انا تمام عليها يعني. انا تمام، ما انا حاطط برضو في حسابي فاكتور انت سهوله جدولك او صعوبه جدولك جوه الشامبيونز ليج. انا بص، انا مش هينفع اجادل معاك دلوقتي علشان انا ما اعرفش انت حاطط مين فوق اتلتيكو. بس هنشوف بعد كده انت حطيت مين. انا عارف انت حجاد الكلام ده يعني. ما انا بقول لك ان عارف ان انت حجاد. انا بس استنى، انا عايز اجيب اتلتيكو في ابطال اوروبا. فين اتلتيكو؟ اتلتيكو يا باشا لعبت ليفربول، فرانكفورت، ارسنال، يونيون اس تي، انتر، بي اس في، جالاتا، بودو جليمت، كلوب بروج، توتنهام. ماشي، على فكره اسامي محترمه يعني، مش كلهم اسامي سهله بالنسبه لباقي الفرق اللي محطوطين. انا فاهم، بس دي مش ورقه سهله برضه. انت من الاسهل بالنسبه لبقيه الفرق. يعني ممكن اجادل معاك في الموضوع بصراحه، انا مش شايف انت من الاسهل. يعني هم عندهم بس الماتش اللي كان سهل يعتبر سهل يعني، هو يونيون بتاع بلجيكا. باقي الفرق كلها فرق تحترم. مش هقول لك انها فرق صعبه، بس فرق تحترم. ما فرقه في الشامبيونز ليج اكيد هي فرقه تحترم، انا ما عنديش مشكله. يعني في ماتشات يا معلش خيارات الماتي وفرق تحت السلم دول يعني، ما وكرباج والكلام ده برضو، يعني اتلتيكو ما خدتش فرقه من الحاجات دي. تمام، بس برضو من الجداول السهله. هو جدول مش صعب بس مش سهل يعني، بالنسبه لي ده حاجه في صالحهم ان هو عرف يعدي من حاجه زي كده ووصل. كفرقه ذهنيه اللعيبه بتاعتها وذهنيه المدرب بتاعتها. اول ما اقتنعت بحاجه مهمه جدا. إيه؟ توتنهام كسبتهم خلاص، انا مش محتاج اكتر من كده. خلاص انا اقتنعت. وفيت اللي هم العاشر ممكن فوجئت يعني هتفهمها من عندك يعني. بس انا عايز اعرف برضو قبل ما اتخانق معاك اكتر خناقات لازم ابقى عارف انت حاطط مين فوقيهم يعني. يا عم استنى كمان. تعالى بقى بص على اخر 5 ماتشات هم لعبوها. نجيب اخر 5 ماتشات. خسروا 2 وكسبوا 3. خسروا 2 وكسبوا 3 اللي هم الاثنين بتوع ايه؟ اللي هم الدوري. هتلاقي الاثنين بتوع الدوري. لا، واحد بتاع توتنهام سوري في بتاع توتنهام بتاع الشامبيونز. بس يعني هم في المطلق هو خسروا ماتش بس هم اتأهلوا. مؤاخذة، انت عندك الماتشات حاططها؟ لا انا بس كاتب. طب استنى، انا عايز الماتشات ذات نفسها. ما كانتش لو ماتشات كانت صعبه او حاجه مهمه كنت كتبت، بس هم ماتشات واضح ان هم عاديه في الدوري يعني. ما هي ماتشات عاديه اللي هي لا ترتقي انها تبقى حاجه قويه يعني، اللي انت تخسر واحد منهم اساسا. هو الخسارتين اللي عنده هي مدريد وتوتنهام، دول الخسارتين في اخر 5 ماتشات. وماتش مدريد انت كنت بتحارب في الاول بس بعد كده ماشي. انا معاك بس ده مدريد، وانت يعني برضو خلينا متفقين انت بتلعب ريال مدريد. حلو. هاجي بقى الجزء المتعه البصريه، انا مش محتاج اتكلم دي اتلتيكو وسيميوني يعني قصدي دي مش محتاج اقول فيها حاجه. انا مش هتكلم معاك في الحوار ده لحد انا هتكلم انا على متعه بصريه ايه؟ انا بقى الماتشات يعني في الدوري والتشامبيونز. انا ماشي، هو الراجل لسه في الشامبيونز ومكمل طريقه يعني، هي دي الفكره بالنسبه لي. راجل في الدوري الاسباني مكمل. احنا بنقيم على اساس الفتره اللي اتلعبت. ماشي. انا على اساس الفتره اللي اتلعبت هو ثالث او رابع في الدوري الاسباني. انا خدت متعه بصريه من اتلتيكو ايه غير ماتش برشلونه ال 4-0. ما تاخدش متعه وماتش بصرية. مدريد الاخير. هو انت اصلا بتتفرج على ماتشات ايه تاني الاتلتيكو عشان تقول لي متعه كرويه من اتلتيكو يعني؟ هي دي الفكره بكلمك فيها اصلا. يعني لما لاعب الانتر، لاعب ليفربول، لاعب يا سيدي بتلعب بي اس في، مش عارف تعمل عليهم ماتش. ماشي، انا مش معترض. مش منطقي.
انا مش معترض معاك، هي كده اتلتيكو عندي مش يعني موجوده في ليستتي، بس لسه ما لها قدام. بس أوكي. انا بالنسبه لي اتلتيكو برضو 10 افترى عليها شويه بصفه ان هم لسه بينافسوا على الدوري، لسه ثالث او رابع الدوري، ففي مركز مؤهل انا بالنسبه لي لسه مكمل في الكاس في اسبانيا، لسه مكمل في الشامبيونز ليج. فانا بالنسبه لي 10 دي افترى قوي عليهم بصراحه. ممكن تغيرهم بعدين لما نشوف باقي الفرقه دي ونتناقش مع بعضينا براحتك. ماشي. بس انا عندنا ليه حطيت استون فيلا 10. اوكي ليه بقى؟ استون فيلا 10 عندي علشان هم حاليا في المركز الرابع في البريمير ليج. جميل، حاجه بالنسبه لهم دي حاجه كويسه جدا. ومكمل في اليوروبا ليج بطريقه كويسه، هو دلوقتي في دور الثمانيه في اليوروبا ليج. والفرق بينه وبين ليفربول اللي هم الخامس 5 نقط، فهو مرتاح نسبيا في المركز الرابع في الدوري الانجليزي. أوكي. وطبعا انا مدي امفاسيس كبير جدا للدوري الانجليزي، والراجل اوروبيا مكمل، فده بالنسبه لي. وبرضو ان باقي الفرق ما عملتش حاجه احسن من استون فيلا لحد دلوقتي. يعني لو هنتكلم منطقيا، استون فيلا الشهر اللي فات اصلا مش كويسه. هي كسبت 3 ماتشات من 5 وخسرت ماتشين. بس بالنسبه لي في الاول وفي الاخر معاك الماتشات؟ لا مش ما عنديش الماتشات بالظبط. انا عارف هم كسبوا 5 ماشي. كسبوا 3 وخسروا. اوكي ماشي تمام. استون فيلا ذات نفسها مش بتلعب حلو الفتره اللي فاتت، حتى الماتشات اللي بتكسبها 2-1. اوكي. مش بتكسب باللي هو يعني. هنا بقى اسلوب لعبهم مش مقنع. مش هقول لك ومش حلو ممتع. او مش ممتع او مش ممتع. مش ممتع ومش مقنع. انا بالنسبه لي مش ممتع، دي قصه ترجع يعني. ممتع دي حاجه سبجكتيف، يعني انا ممكن اشوف الاسلوب لعب يعجبني اقول عليه ممتع، وانت تشوف لعب مش ممتع. بس في لعب مقنع وفي لعب مش مقنع. لعب مقنع تمام. يعني ايه؟ انا دوميننت للماتش، ماسك كوره. ممكن يبقى استحواذ سلبي، ممكن يبقى حاجه مدرب الفرقه اللي قدامي بتهاجم عليا مش بتهاجم عليا، دي قصه تانية. بس استون فيلا مش مقنعه بالنسبه لي الفتره اللي فاتت، بس اللي عملها من اول الموسم لحد دلوقتي بالنسبه لي كان كافي ان انا اخليها على الاقل رقم 10. تمام. يعني مثلا اللي يعديها على فرقه زي تشيلسي بالنسبه لي ان هو مكانه في الدوري. تشيلسي كده السادس وهو الرابع، وان تشيلسي خرج. تشيلسي خرج خلينا منطقيين، هو واخد مكان بالظبط. يعني هو ده اللي خلى استون فيلا تاخد كفتها عن تشيلسي في وجهه نظري. المركز التاسع ليفربول. استون فيلا. انا ليفربول. استون فيلا التاسع. ماشي، انا 9 من 10 بالنسبه لي. احنا اتكلمنا عن استون فيلا، انت ما قلتش رايك قوي، بس يعني قول لي الفكره ملخصه. انا لا يعني هقول لك، بس يعني انا تمام في كل اللي انت قلته على استون فيلا، ما عنديش اي اختلاف معاه. اللي مخليني مديهم بس يعني التاسع صعوبة الدوري الانجليزي عن الدوري الاسباني، والمركز اللي هو محطوط فيه جوه الدوري الانجليزي. ماشي، انا ممكن اتفهمها. ده مش حاجه، ما دي مش حاجه معتاده لاستون فيلا. انا فاهم، بس انا ممكن اتفهمها في حاله ان اتلتيكو مثلا مش في الشامبيونز ليج. يعني عارف لو اتلتيكو اتخرجت كنت اقول لك ماشي، بس اتلتيكو حاليا هرجع اقول لك على بالنسبه الناحيه لي الثانيه اعلى من استون فيلا. استون فيلا في اليوروبا ليج ومأديها ده كويس. هي في اليوروبا ليج لو انا فاكر صح ما خسرتش غير ماتش واحد. هم خلصوا الثالث في دور المجموعات وما خسرتش غير ماتش واحد توتال. بس هم ما لعبوش حد. يعني انت لو هتتكلم في صعوبه الماتشات 12 ماتش يا ادم في السكه. صعوبه الماتشات هو مش يعني احنا كنا بنتكلم على انا بتكلم صعوبتها على مستوى، ما برضو انا لما هقيس صعوبتها على مستوى اليوروبا ليج مش على مستوى الشامبيونز ليج. ما هي دي الفكره. بالنسبه لي الاثنين رابع في الدوري بتاعهم. طبعا الدوري الاسباني اقل شويه من الدوري الانجليزي، بس مش زي الانجليزي. ايوه، بس انا بالنسبه لي بقى الفاكتور اللي يعلي اتلتيكو بالنسبه لي في الحوار ده ان هم لسه مكمل في الشامبيونز ليج في دور الثمانيه، وان هو مكمل في الدوري في الكاس بتاع اسبانيا. برضه تاني هذكر الناس بيها تاني. اتلتيكو مدريد عامله كميه صفقات فرقه زي استون فيلا ما عملتش زيها. لا اتلتيكو استون فيلا عندها عامه. احنا لو جيت عملت كومباين الاثنين استون فيلا هتلاقي معظم لعيبه استون فيلا اصلا. انا عارف لعيبه استون فيلا كويسه، بس ما عملتش كميه الصفقات اللي عملها بس هي عشان اتلتيكو مدريد. يعني بتكلم على يعني انا بتكلم على السيزون ده من اوله لغايه النهارده. انا فاهم الفكره، بس وحط كمان حاجه في دماغك برضو، في فرق مدرب. لا معلش، ما هو يوناي ايمري قدام سيميوني. ماشي، برضو انا مش فاهم المدرب ايه علاقته باللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا بالنسبه لي هو حد يعني اكيد سيميوني كمدرب احسن من يوناي. حلو، ما هو دي بقى، ما هي دي المشكله. ما هي دي المشكله. اليوناي ايمري بامكانياته المتواضعه كمدرب عارف يجاري او يجيب نفس البوزيشن اللي انت فيه كسيميوني. بص انا بصراحه بالنسبه لي اتلتيكو 10 دي لوحدها مصيبه، بس انت حر يعني، هي دي وجهه نظرك في الفرقه. تمام. انا بالنسبه لي اتلتيكو اللي عاملينه الموسم ده ممكن يبقى اندر بيرفورمينج بالنسبه لحاجات كتير، بس لا هو حتى الان جداً. على اساس الموسم ان الراجل مكمل في الكاس ومكمل في الشامبيونز ليج وثالث او رابع في الدوري ولسه بينافس مع فياريال على مين فيهم هيبقى الثالث ولا الرابع، حتى لو هو بايع القضيه. انا بالنسبه لي ده انا يعني مقتنع مليون في المية اتلتيكو مدريد هي العاشر حلوه وعلي. ماشي، انا قلت انا التاسع عندي ليفربول. ليه بقى؟ لماذا؟ خامس الدوري الانجليزي. هو انا مش معترض قوي على فكره. طبيعي. انا مش معترض ان هم يبقوا الثامن عندك ولا حاجه، مش هيبقوا عادي يعني.
مش هيبقوا بعاد هم يعني. كانوا فين؟ مش بعاد، ما مش اعتقدش ان بعاد. هم يعني مش مش هيعلوا عن بعاد، بس الثامن او هو السابع يعني. كل واحد بيقصى على اه الاقرب انا ليه. بالنسبه لي هم اساسا هم التاسع عشان حاجه واحده بس، مم. عشان تشامبيونز ليج بس عشان اداهم في الشامبيونز مش اكتر. بس يعني هو اصلا انا ليه حاطه في استون فيلا عشان الراجل في الشامبيونز ليج. عامة هو يدخل في نفس الخانة بتاعت اتلتيكو مدريد. انت عامل صفقات، لا انت عامل بقى صفقات. ده ما شاء انت الله عامل يعني. نص مليار. ده كده انت كده المفروض هو ما حدش تنزل صارف اكتر منه. تزيح الدوري بالتشامبيونز. زود على كده ان هم في اخر 5 ماتشات خسرانين 2 متعادلين 1 وكسبانين 2. واحد فيهم كان ضد جالاتا سراي، مع جميع احترامي لجالاتا سراي يعني هو فريق محترم وكل شيء، بس مش لدرجة يعني مش ان انا يقلقني واقول ده ليفربول هتعدي ولا مش هتعدي. في نفس الوقت في الدوري هم مش كويسين، فرق بينهم وبين استون فيلا زي ما كنت بقول هم فرق 5 نقط. لا هم سيئين سوء واضح للجميع في الدوري. انا بالنسبه لي عشان انا شايف ان الشامبيونز ليج دي حاجه كبيره. يكفي ان هو يعني يكفي ان هو بالنسبه لي ان الشامبيونز ليج ان هم مكمل في الشامبيونز ليج بنسبه كبيره. ممكن يخرج من باريس وكل حاجه، بس دي احنا بنتكلم لحد النهارده. فانا بالنسبه لي الشامبيونز ليج حاجه كبيره جدا. ما اقدرش ادي استون فيلا عليها. حته زياده بقى من عندي ليك كده ايه برضو. نكمل نخلص على ليفربول. اتفضل. برضو سوء الاداء او سوء متعه الكوره اللي بيقدموها، مستوى برضو الفرقه مش مقنعه. الفرقه انا مش بالنسبه لي ممتعه او مش ممتعه وليست زي ما قلت ممتعه. دي حاجه ترجع لك، بس هي الفرقه ليست مقنعه وليست ممتعه يعني. حتى ما بتكسب بالطور الروح، مش يعني مش فرقه دوميننت من اول السنه من اول الموسم. واحنا بنقول كده حتى ما بداوا الموسم اول الدوري والكلام ده اللي كان فيه كذا حتى الفوز اللي في الاول كله خادع قوي، كله كان خادع جدا، والناس كلها وقعت في الفخ ده وقال لك هنركب الدوده ونطير. اول ما وقعوا قرت معاهم. فانا عشان كده بالنسبه لي ليفربول هم التاسع. اوكي ار يو ريدي؟ انا جاهز. المركز الثامن مان سيتي. ايه انت قلت ايه؟ مان سيتي. ايه سيتي مانشستر سيتي الثامن. مانشستر سيتي للاسف. ما هو كل واحد بيقصى على اللي بيحبه يعني. انا مش عارف اقول لك ايه. مانشستر سيتي الثامن. على فكره الحد انت قلت ليفربول؟ لا لسه ما قلتش ليفربول. انت ليفربول فوق مانشستر سيتي؟ ما هقول ايه؟ هتقول ايه؟ طيب اقول ايه بجد يعني؟ طيب معلش اتفضل. معلش اشرح الجريمه اللي انت عاملها دي. على فكره هي مش جريمه ولا حاجه. سيتي الثامن. الموضوع بالمنطق كده بالراحه بس. اتفضل بالراحه بس. خلي بالك انت قلت السيتي الثامن. انا كل فرقه هتقولها من دلوقتي لحد ما نوصل لفرقه معينه طبعا كلها عارفينها. هسالك ليه؟ علشان انا مش فاهم السيتي الثامن ازاي. تمام هقول. رقم 1 في ايه يا صاحبي؟ يعني على فكره انا عادي الثامن. ايه الصدمه اللي على وشك دي؟ ايه المشكله اللي السيتي الثامن؟ بس ان احنا البيت ده اللي اتاخد واحنا بنخرج من اتلتيكو بالشامبيونز. انا ما عنديش مشكله. مش مشكله. تاني هرجع اقول انا بقيم من اول الموسم لغايه النهارده قبل ما يتلعب دور الثمانيه، قبل ما يحصل اي حاجه. احنا لحد النهارده اللي هو يوم 2 4 ولا 1 4 اعتبرها 2 4 لغايه يوم 2 4. جميل. احنا 2 4 4 لغايه النهارده. طيب انا اسباب للسيتي هنمسك شق الدوري. اتفضل. انت من اول الدوري صنفت نفسك كمنافس على الدوري، صح ولا انا غلطان؟ طبيعي. حلو. جات لك كام فرصه من ارسنال انك تعرف تضغط او احيانا كمان انك تركب الدوري؟ لا هو ما جالوش فرصه يطلع اول. بس جات له فرص كتير اللي هو يضغط جاله فرص انه يضغط على ارسنال. بس هو ما جالوش فرصه كان كل لما ارسنال يوقع حاجه يوم هو راح عامل ايه؟ لا هو كان العكس. هي كانت او انت او السيتي توقع فاحنا نوقع معاهم يعني. ايا كان انا مش حاسبكم انتوا دلوقتي. قصدي لما هو ما استغلش الفرص في الدوري. تمام. وانت قلت الموسم اللي فات كان ايه؟ اسوأ موسم للسيتي. والموسم ده يعتبر ريبيلد او المفروض نشوف مرحله نشوف حاجه احسن يعني. في مرحله انتقاليه واحنا شايفين حاجه احسن من السنه اللي فاتت. خلينا متفقين. انت شايف حاجه احسن من السنه اللي فاتت؟ انا شايف حاجه منظومه بدات تتبني. انا شايف ان السيتي بقت منظومه بدات تتبني. الراجل بدا يتصرف باللعيبه اللي معاه. جوارديولا بدا يتعود على اللعب اللي هو انا عايز العب كاونتر اتاكينج فوتبول مش بوزيشن فوتبول. فده ممكن بالنسبه لك مش مغري. انت الثاني تمام. ما عنديش مشكله اللي انت المركز الثاني في دوري صعب وكل حاجه وبتنافس ارسنال، وارسنال فريق جامد جدا الموسم ده. كل ده انا حلو معاه. بس ده مش السيتي اللي احنا عارفين. مش السيتي في الدوري. ده مش منظر سيتي بيب في الدوري. ماشي. طيب ستيل سيتي بيب اللي في الدوري في اللي مش عاجبك ده في اليوروبا يوروبا تشامبيونز ليج.
او سوري تشامبيونز ليج في اوروبا في أيوة. التشامبيونز ليج. خرجت من مدريد يا ازاي؟ لا معلش، ماشي، انت ماشي. خرجت ازاي؟ انت لا حط كل حاجه في سياقها. نقف ثانيه هنا حط بس. كل حاجه في سياقها. اقف ثانيه. انا واقف اهو اقف ثانية. معاك. انا عايزك تتخيل ان احنا لسه قبل ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد. تمام. هتقنعني انت تحط سيتي في رقم 8؟ لا ما ده سبب ادعى. مش ماتشين السيتي كانت لا لا أوت لا أوف فورم، لا بعديهم لا كسبوا بطوله. هو مش على ماتشين بس. مش بقى يعني هو مش بعدها على كسبوا ماتشين. بطوله. هي بطوله مش هو اتقل مش حاجه على في ماتشين الدنيا. بس. هو مش على ماتشين بس. ايوه اين السيتي؟ السيتي اخر 5 ماتشات اوكي. كسبوا ماتش. انا ما خسروا ببصش ماتشين، انا ما تعادلوا ببصش ماتش. دلوقتي على الفور. اتفضل. طيب بص يا باشا، مم. تعال نبص كده على سكه السيتي في المجموعات. اتفضل. لعبت نابولي هوم كسبت. جميل. طلعت بره لعبت موناكو، ما تقنعنيش ان موناكو احسن من السيتي. نفس اللي مدريد اتعادلت معاها عامه. انا ما سيب مدريد دلوقتي، ماشي، مش قصدي دلوقتي. انا دلوقتي بتكلم السيتي. ماشي كمل. موناكو اتعادلت معاهم، كسبت فيا ريال، كسبت دورتموند، منطقي. كسبت ليفركوزن اللي هو العادي. ايوه هو الراجل مخلص في التوب 8 يعني. سوري انت خسرت. انا اسف، انت خسرت من ليفركوزن في الهوم. ماشي. الراجل مخلص في التوب 8 يا عم هو ماشي. عمل اللي عليه. ماشي انا بتكلم دلوقتي على ماتشات. خسرت من بودو جليمت. ماشي تمام. ده ضامن انه في التوب 5. ماشي توب 8 سوري. تمام ضمنت. تمام. بعد كده رحت لعبت مين؟ ريال مدريد انه نسخه من ريال مدريد الوحش. لا دي مش الوحشه بس. ما هو كسبهم في المجموعات. ده قد تكون يعني اكتر نسخه مهترئه من ريال مدريد. ماشي. هو لدرجه اللي ما فيش انسان على وجه الارض كان متوقع ان قبل الماتش ده ان مدريد لها فرصه اصلا انها تكسب. بالظبط. ايه اللي حصل في الماتش ده؟ حاجه خارجه عن الطبيعه. مش هدمر موسم السيتي كله علشان ماتشين. يعني انا كده انا ما بدمرش بيهم عشان ماتشين. انا ما بدمرش الموسم. وانا حطيته الثامن كده بدمر الموسم بتاعه. لان انا في اسامي انا ما سمعتهاش. انا بالنسبه لي مانشستر سيتي ده في فرق لازم تتسمع، اسمعها قبل ما اسمع مانشستر سيتي. طيب يعني انا اقول لك انا مش حاطط مانشستر سيتي عندي في عاليه، بس في فرق لازم اسمعها قبل مانشستر سيتي بنفس وجهه النظر بتاعتك. يعني ده رايي. الفورم بتاعته الاخيره ابتدت تتحسن على قفاكم. يعني انا اسف على يعني. ماتش لا عادي هو يعني وماتشه كان ارتيتا هو اللي كان وما تعرفش هم هيرجعوا ايه يعني. برضه انا اسف. انا اسف برضه ده ماتش خدوا بيه بطوله. ما تعرفش السيتي اللي هيرجع لنا هيبقى راجع بانه شكله انوش بعد التوقف الدولي. هيرجع عامل ازاي؟ هو ما عندوش حاجه يلعب عليها دلوقتي. هو عنده اف اي كاب وعنده دوري وستيل انت ما تعرفش بشخصيته السنه دي في الموسم ده هو هيرجع عامل ازاي في الدوري. هو متذبذب بس احنا هنضحك على نفسنا ونقول ان السيتي دي في المطلق مش من توب 5 تيمز اللي في العالم في العادي. بالنسبه لي حاليا لا. ماشي دي وجهه نظرك. انا بالنسبه لي ده يعني بلس العامل الاخير المهم بالنسبه لي ان السيتي ما بقاش بيقدم كوره جميله. شكرا. كنت لو حطيتهم 8 ده لوحده هيبقى جنايه اصلا. طب تمام ماشي اللي انت شايفه. ماشي انا حاطط انتر ميلان 8 اللي انا يعني شكلهم اساسا مش في لستتك لان هم لو في لستتك فوق دي مصيبه يعني. لا انا احب اطمنك. انتر مش معايا اصلا. مش في الليست. انتر مش موجوده اصلا. اول الدوري الايطالي بفرق 6 نقط مش معاك في انا اسف. ماذا يعني لك الدوري الايطالي اصلا ككل؟ مش مشكله ستيل فريق اصلا من اول دوري من اوله توب 5 ليج يا اسطى. توب 5 ليج دوري من اوله لاخره ما بيقدمش حاجه. اخر الموسم هيطلع اسمه معايا بطوله. لا ماشي تمام على عيني وعلى راسي. انت دلوقتي بتقول لي 10 فرق اقوى 10 فرق في اوروبا. انا اقوياء بالنسبه لك وانا بالنسبه لي بيبقوا اقوياء وعاجبني في نفس اللحظه. ده رايي انا. ماشي. انا ما انا مش حابب اي فرقه من الدوري الايطالي ومش عايز اتفرج عليهم عشان كورتهم مش حلوه. ماشي دي حاجه ترجع لك وجهه نظر. بس انا بالنسبه لي ان انا يعني على الاقل لازم يبقى في يعني اللي كسبان الدوري اللي على التوب الدوري الايطالي وفرق 6 نقط ومرتاح. هو اخر 5 ماتشات يا سيدي. هو واحد مننا قال اتفضل انت قلت. انا بقول لك انا بالنسبه لي الانتر هو اخر 5 ماتشات ما كسبش غير ماتش واحد، اتعادل 3 وخسر 1. ماشي بس هو ستيل في الدوري الايطالي دوميننت وبنسبه 90% كسبان الدوري الايطالي خلاص. وده دوري من التوب 5 ليجز اللي احنا بنحترمهم يعني. ما هو يعني من اقل الدوريات احتراما. هو غالبا يعني قد يكون يا الثالث يا الرابع على حسب انت وذوقك مع الدوري الالماني يعني. انا احط الالماني فوقيه عادي. انا برضو بحط الالماني فوقيه في الحاله اللي احنا فيها. بس التنافسيه في الدوري الايطالي على الاقل تحترم يعني. ان كلهم زباله بس كلهم قريبين من بعض
كلهم سيئين بس كلهم يعني قريبين من بعض في المستوى، ففي تنافسيه شويه. المانيا انت هو واحد طاير فوق والباقي ما لناش دعوه بيه. بس انا بالنسبه لي كان لازم احترم انتر اللي عاملاه. هي خرجت من بطوله ودي فضيحه. هم لو كانوا كملوا في الشامبيونز ليج شويه كنت ممكن اعليهم معايا اكتر من كده. بس بص انا بالنسبه لي صعب قوي ان احط انا يعني عايز اقول لك على حاجه من انتر دلوقتي. مش في الليسته دي. انا عايز اقول لك على حاجه من دلوقتي. اه لا والله يعني مش هقطعك، انت كده لا، كده تمام على انتر وكل حاجه. ما اعتقدش عندي بس حاجه بص، ثانيه ولا انا لما هاجي عند المركز السادس تمام، اه تمالك اعصابك، يعني لا انا بجد بقولها لك من دلوقتي، تمالك اعصابك. لا اكيد لا مش اللي في دماغي. ماشي. مش اللي في دماغي. لا كده تمام. مش اللي في دماغي، بس كده تمالك تمام. اعصابك، واي كومنت عندك حاول تطلعه قدام الناس بشكل حضاري ومحترم. طب احنا لسه في 7. لا، ما انا لازم امهد لك من قبل ما اروح له في 7. بواحد. ما لسه في 7. هيبقى عادي. انا عارف انا رايح فين، انا عارف انا عامل مصيبه انا ايه. حاسك عامه. واي حد عايز يشتم يهدى، يسمع الاول هقول ايه وبعد كده كمل. يعني عايز تكمل اشتم. طب عشان عرفت انت عملت ايه. عامه انا مش حاططهم بعيد قوي عنك يعني. مش عارف بس تمام. يعني لو هو اللي في دماغي انا مش حاططهم بعيد عنك. ما انت حاجه مش هتيجي في دماغك ولا في دماغ حد. كمل. الله المعين. انا عامه انتر هو دي وجهه نظر. انا بالنسبه لي السيطره على الدوري، الهيمنه بتاعت انتر في الدوري، ان هو احسن فريق في الدوري بمراحل ككواليتي لعيبه اصلا، ده لوحده يخليه بالنسبه لي اعلى من ليفربول واستون فيلا. حتى من رغم ان الاثنين انا سبب عدم اللي انا ادخل فرقه من، انا فكرت اكيد في فرقه من ايطاليا اللي هي تدخل الليسته، بس اللي بعدني عن انا عندي فضول اعرف مين اللي عندك في الليسته مكان انتر عندي دي، لان ده هنعرف هما فوق كمان انت حاططهم فوق يعني. ما انا هقول لك على حاجه، استهدى بالله. انا اللي خلاني ابعد عن فرق ايطاليا هو ضعف الدوري بالنسبه لي. ضعف الدوري. انا ما حطيتش حد تاني من الدوري يعني. ما هو ولا الانتر ولا الانتر كواليتي اللعيبه اللي فيه ما كانش يسمح لي ان انا ما ينفعش هو اول الدوري باريحيه دي ما اديلوش حقه. حتى هو لسه مكمل في اريحيه. انا شايف ان الدوري بعيد كل البعد عن الدوريات او الفرق اللي احنا بنتكلم عنها. هو عايش في بابل كده لوحده. ماشي، ما هو بابل ايطاليا، ما هي بابل ايطاليا، بس في نفس الوقت ما هو الراجل لسه مكمل. وبعدين انا اسف يا باشا الدوري ذات نفسه مش عايزني اشوفه. هو مش بايع حقول بس في حته اعرف اشوفها. ماشي. هو شخصيا بيقول لي ما تشوفنيش. ماشي بس انا بالنسبه لي ان الانتر لسه مكمله في بطوله. هو خرجت من الشامبيونز ليج، خرجت من الشامبيونز ليج ودي حاجه كبيره، وعشان كده هم معايا في الثامن. لان غير كده انت اول دوري بتاعك، انا بالنسبه لي انت اول دوري بتاعك في دوري في التوب 5 السيتي خرج يعني في الشامبيونز ليج وعادي معايا في الثامن. حصل ايه في الدنيا يعني؟ السيتي مش اول الدوري. بنتكلم على الماضي. انا ماليش دعوه بالماضي، انا بتكلم على هذا الموسم. بنتكلم في الحالي للمره 3 مليار. انا بتكلم على هذا الموسم. وانا بالنسبه لي انتر حاليا عامه يعني لو لعب فريق زي ليفربول او استون فيلا في وجهه نظري هو عنده الفرص الاعلى. دي حاجه ممكن نختلف فيها بس يعني تمام. انا بالنسبه لي انتر هو حاليا اقوى فريق في ايطاليا، وهو اول الدوري ولسه بينافس على كل البطولات اللي في ايطاليا. هو اقوى فريق في ايطاليا. أيوة. ايطاليا ذات نفسها طالعه امبارح من البوسنه تقريبا. البوسنه خسرت ضربات جزاء. خلاص بس بقى يعني انت عايز ايه؟ انا مش هاجي ناحيه الدوري ده. انتر ميلان لعيبتهم مش طليان، ما عندهمش غير باستوني وباريلا وفراتيزي. عارفك بتحبه ده. لا ما بحبوش. جاهز للسبع؟ انا جاهز للسبع. اتلتيكو مدريد. ليفربول. انا شفت عادي. انا عارف ان انت مش هتعترض عامه يعني. انا بالنسبه لي بص اللي انت قلتهم دول يعني ايه ده؟ ثانيه واحده. ليفربول فوق مانشستر سيتي عشان لسه مكملين. انا شايفهم فوق سيتي. ليفربول فوق اتلتيكو وده السؤال. هي ده ايزي يعني. ده بالنسبه لي عادي. هو برضه هو بص هو كونت انه حتى اتلتيكو 10 دي جنايه. ليه جنايه؟ انا مش عارف ليه جنايه اللي اتلتيكو 10. مانشستر سيتي 8 ده اعدام، فاهم يعني. هو امر على نفسه باعدام. والله مش متضايق من السيتي قوي، متضايق من موضوع ليفربول فوق الاثنين دول. اقول لك على حاجه. انا لو ما كنتش بحب السيتي وبحب بيب جوارديولا ما كنتش عملت فيهم كده. طب بس عشان انا بحبهم. معلش تبريرك ايه ان ليفربول فوق الفرقتين دول غير ان هو في الشامبيونز ليج وهو كان بيلعب جالاتا سراي والسيتي كانت بتلعب ريال مدريد؟ طب تبريرك ايه يعني؟ ايه المبرر اللي انت بسببه حطيت ليفربول فوق قوي كده؟ لان هم مستواهم في الدوري بعاد جدا. ده فرق بينه وبين السيتي بتاع 15 نقطه ولا 12 نقطه. المطلوب منهم ايه؟ مين المطلوب منهم ايه؟ يوصلوا اوروبا. هيوصلوا. مش هيوصلوا. ده فرق بينهم وبين تشيلسي نقطه. ده في صراع على الشامبيونز، في صراع على الشامبيونز ليج. ده يعني فرصتهم قليله. ريح هيوصلوا.
يوصلوا ايه؟ هيوصلوا والله. هو حاليا في صراع، وبالمستوى الحالي ده هما لا. الاثنين بصراحه، هما وتشيلسي الاثنين بيتعازموا ان برينتفورد تنط فوق الاثنين وتطلع هي تشامبيونز ليج باللي هما الاثنين بيعملوه ده. انا اسف، انا مش شايف مستوى واحد من الاثنين اصلا في الدوري احسن من التاني ولا احلى من التاني في حاجه. لا السيتي على الاقل تاني، حتى لو هو تاني على عيني وعلى تاني راسي، وما خسرتش في الدوري، على عيني وعلى فاتعدت راسي، ماتش. على عيني وعلى راسي. برضو انت بتقدم لي كمان كرة عامله ازاي، كرة منيله انت وهو. ماشي برضه ستيل بالنسبه لي السيتي اعلى بكتير انا من مش ليفربول شايف يعني. فرق ما بين الاثنين. انا بالنسبه لي الاثنين واحد. دي حاجه ترجع انا على الاقل ليفربول قديم كمل. انا بحتاج فهم التصنيفات قديم كمل، قديم كمل والله. في اليوروبا. مين قال كان في اوروبا؟ تشامبيونز يا دي النيله، قصدي في اوروبا كقاره يا سيدي، ده انت رخم. ماشي احنا اتكلمنا عامه عن اتلتيكو وعلى فكره، طب ما على فكره ما ممكن عادي يكسب يجي اللي هيحصل. لا عادي، هو كده ماتش كوره الله اعلم، طب احنا مش بنتكلم عن طب المستقبل. انا اسف بقى، انا اسف يعني لو دلوقتي جينا الماتش الجاي وليفربول عرف يعدي بي اس جي، ماشي قدام ساعتها مش هيبقى فوق السيتي؟ لا ماشي ساعتها يبقى فوق السيتي، ان الراجل وصل ربع نهائي، يعني الراجل وصل نص نهائي تشامبيونز ليج. ماشي ساعتها احترمه، هو بس هو لسه ما وصلش، هو لسه ما لعبش حد بالنسبه لي مقنع يعني. قصدي الموضوع مش بعيد. ماشي. انا قصدي الموضوع مش بعيد ما بين الاثنين. ماشي انا ما قلتلكش ان هو بعيد، انا حاطط ايه، انا حطيت ليفربول 9، انا لسه ما وصلتش للسيتي عندي، بس يعني هو السيتي انا قلت اتلتيكو 7 عادي يعني مش تفرق كتير. ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه. يعني انا بالنسبه لي ان بص في وجهه نظر انا بصراحه انا شايف ان اتلتيكو والسيتي اللي عاملينه الموسم ده حتى الان احسن بكتير من استون فيلا وليفربول، فيعني ده رايك بالظبط، ده الاختلاف في وجهات النظر بيني وبينك. حط في اعتبارك، هنشوف الناس متفقه مع مين اكتر فينا، عقلاني اكتر يعني. حط في اعتبارك شيء، انت محبذ او محب للكرة اللي بتكسب وخلاص. انا برضو ببص على حاجه معينه او عايز استمتع بالحاجه اللي انا بشوفها، مش هختار فرقه كده وخلاص. سيتي هتلاعب ليفربول بكره، مين اللي هيكسب؟ سيتي تلعب ليفربول بكره، مين اللي هيكسب؟ على فكره لعب ماتش 50-50. ماتش 50-50 ماتش 50-50 50-50 ماتش مش 50-50 انا بالنسبه لي الماتش اصلا في عالم سيمسون. لا طبعا الموسى صلاح هيعتزل. ماشي خش على رقم 6 من غير درامز وقول انت اللي انت ماشي. عايزه عشان مش انا 6 عندي مانشستر سيتي بصراحه. حقك. وجهه نظري شايف ان هم الموسم بتاعهم احسن من اتلتيكو، من انتر، من ليفربول ومن استون فيلا بصراحه. بس كده انا ما اتكلمنا على السيتي خلاص، مش هحرق فيهم كتير. لازم اقول بص هو للعلم، هو انا ما اعرفش لسته علاء، بس هو علاء بيقول لي خاف من رقم 6، وزي ما انتم شايفين هو ما رضيش يقولوا معايا. انا مش عايز اقوله وما زلت متردد اللي انا اقوله. طيب انا المركز السادس بالنسبه لي، ومحدش يحكم لغايه لما اكمل كلامي للاخر، سيلتا فيجو. بس اهدى، ما تقومش ما تروحش حته. لا هفهمك لا 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 اقعد بس، اقعد والله افهمك. لا اقعد بس افهمك، اقعد بس افهمك. تعالى لا اقعد بس افهمك والله افهمك، والله افهمك. طب اقعد بس. سيلتا فيجو. ايوه اقعد بس هتفهم. هقول لك حاجه. سيلتا فيجو. اهدى اصلا بالظبط. ايه قوه الدوري؟ ما هقول، ما ينفعش. هقول. اتفضل. لا اشرح الجنايه ان سيلتا فيجو رقم 6 اقوى سادس فرقه في اوروبا. سيلتا فيجو والله ده كنت قبل سبورتنج على الاقل في دور الثمانيه في الشامبيونز ليج. طيب ممكن تهدى؟ اتفضل. طيب رقم 1 هم في الدوري يعني ايه؟ خلاص يا جدعان بقى سيبونا هنتكلم بقى، هنتكلم فعلا كوره بقى. رقم 1 هم مركزهم في الدوري، المركز اللي هم عايزينه اللي هم يطلعوا يتأهلوا يوروبا ليج، ولسه مكملين في اليوروبا ليج زيهم زي استون فيلا اللي هو رابع الدوري الانجليزي. تمام. طيب اكتر حاجه خلتني اختار فريق زي ده ليه؟ حد ينكر ان ده فريق امكانياته ضعيفه جدا؟ لا احنا مش بنقدر فرق هنا. ما انا بقدر الفرقه دي لسبب. احنا مش جايين نقدر فرق. ما انا بقدر الفرقه دي. انا قدرت بودو جلينت، شفتني حطيتهم في الليسته. ما انا بقدر الفرقه دي لسبب غير اللي هم امكانياتهم ضعيفه. فرقه عندها ستايل لعب وهي ما تغيروش، لا قدام كبير ولا قدام صغير، تلعب بيه قدام الاثنين. راحت لعبت مدريد على ارضها كسبتها، لعبت برشلونه عملت معاهم ماتشات صعبه، في ماتش منهم كان برشلونه هيخسروا. جميل. تمام. مقدمه موسم كويس في اليوروبا ليج، ماشي زي مقدمه موسم كويس في الدوري الاسباني. جميل.
زيهم بالنسبه زي استون فيلا. يعني استون فيلا عندي كان العاشر. انت بتكلمني، انت بتقول لي استون فيلا عشان توصل للمركز اللي هي فيه ده صرفه كام؟ مش فرق معاها صرفه كام، بتلعب ازاي، الكوره اللي بتقدمها عامله ازاي. طب بالعقل بس، تعالى واحده واحده كده. أنا بس بالعقل. هحاول اعقلك ونحاول ايه، قد يكون كلامي لناس نستهدى كتير غريب. ليه؟ عشان اكيد هم ما بيتفرجوش على سيلتا. نستهدى بالله بس. تعالى واحده واحده كده نمشي على الكرايتيريا بتاعتنا. اتفضل. سيلتا فيجو كام في الدوري الاسباني علاء؟ السادس في الدوري الاسباني. جميل، تمام. سيلتا فيجو علاء اوروبيا فين؟ لسه في اليوروبا ليج، في دور الثمانيه في اليوروبا ليج. جميل. سيلتا فيجو منافسه، احنا قلنا الكاتيجوريز كانت محليا، ايوه، اوروبيا، تمام. شكل اللعب او اسلوب اللعب ده حاجه ترجع لك. عامه انا كنت ناوي ادخل مكانهم ريال بيتيس، بس ما دخلتش ريال بيتيس عشان شكل اللعب بتاع سيلتا فيجو بالنسبه لي احلى من ريال بيتيس. يلا انا بص يلا عشان نخربها لك بقى، يلا بقى عشان نجيب ظروفها. عايز تدخل سيلتا فيجو براحتك، بس تقولي سيلتا فيجو سادس اقوى فريق في العالم في اوروبا. ما هي انا قلت في اوروبا. ايه فلومينيزي اقوى من الفرق دي يعني؟ قد يكون، الله اعلم. قد يكون يعني ماشي. يعني في اوروبا عايز تقنعني ان سيلتا فيجو سادس اقوى فريق في اوروبا واجمل بلس. جميل، يعني اجمل ان شاء الله يكون ده. لو بيلعبوا سكسي فوتبول يا علاء، هم فعلا بيلعبوا سكسي فوتبول. لو بيلعبوا احلى كوره عشان كده بجد انا اخترتهم، عشان هم بيلعبوا كوره حلوه. تحطهم عاشر، تحطهم تاسع، سادس، فوق ليفربول اللي في الشامبيونز ليج تاني، فوق استون فيلا اللي زيهم بالظبط بس بيلعبوا في البريمير ليج. طيب ما انا عشان كده حاططهم في السادس، عشان هم لا معاهم فلوس استون فيلا ولا معاهم الاستثمارات اللي موجوده في استون فيلا ولا عندهم كواليتي اللعيبه اللي موجوده في استون فيلا، وهم مع ذلك موجودين في المرحله دي من الموسم زيهم زي استون فيلا. كواليتي اللعيبه مش جزء، بل بشكل امتع. كواليتي اللعيبه مش جزء من الباور رانكينج. مش جزء، بس ده لازم. انا معايا كواليتي اقل بس انا عامل نتائج. بس ده عامل لازم احطه في اعتباري. تحطه في اعتبارك في ايه؟ وما احطوش في اعتباري ليه؟ ليه لان هو عنده كواليتي لعيبه ايه؟ على ده في دور الثمانيه في اليوروبا ليج والسادس في الدوري الاسباني. احنا الاثنين مدخلين فريق استون فيلا، صح؟ ايوه، موجود في ال10، صح؟ ايوه. مش هحطه فوق اتلتيكو. هو عايش. لا، هحطه فوق اتلتيكو عشان هو بيقدم لي حاجه اتفرج عليها. لا اكيد هحطه فوق اتلتيكو. لا انت حاطط متعه الرؤيه 10%. لا انا حطيت 20. انت حطيت 10، انت حر. انا حطيت 20، انا حر. كل واحد حر. ده رايك في متعه الكوره اللي انت عايز تشوفها، ده رايي في متعه الكوره اللي عايز اشوفها. يعني انت حر. انت جنايه سيلتا فيجو 6 دي فريق يعني باقل الامكانيات الموجوده في الحياه بيقدم لي ماتشات ممتعه، ما بيهابش اي كبير، وبيقدم قدام ماتشات، وفي بعض الاوقات بيقدر يكسب الكبار. الكلام ده بالمبدا ده عارف نعمل ايه بقى؟ نحط وولفز. لعبوا ماتشات. ليه وولفز عمل ايه؟ بيلعبوا كوره جميله جدا قدام الفرق. وولفز بيلعبوا كوره جميله؟ يا باشا متعه. من امتى ده؟ مش وجهه نظري. انت بالنسبه لك وجهه نظرك، ما هي متعه. ما انا ما بقولش بيلعبوا كوره حلوه، دي وجهه نظر. ما هو مش على اساس عبط برضه. ماشي يعني. سيمبا التنزاني اتعادلوا مع ارسنال، كسبوا السيتي يعني بنفس المبدا بقى. سيلتا فيجو كسبت ريال مدريد وكانت ويعني حتى يا ريتها حتى عملت حاجه بقى، هي خسرت في الاخر قدام برشلونه، بس قدمت ماتش فعلا حلو قدام برشلونه. يعني 6 دي انا ما زالت موجوده في منافسه اوروبيه، موجوده في المنافسه المحليه على المراكز اللي هي بتنافس عليها. انت مدي اليوروبا ليج اكبر من حجمها ليه؟ دي انا مش مدي اليوروبا ليج اكبر من حجمها، انا بعملها بحجمها. هي سيلتا فيجو لسه في الكاس بتاع اسبانيا، هي بتنافس على الكاس، يعني هي لا بتنافس على الدوري ولا بتنافس على اي حاجه غير اليوروبا ليج، لسه السادس. جميل. وحاططها فوق اتلتيكو اللي ثالث الدوري او رابع الدوري، اللي هم فوقيهم في الدوري. أيوة. وبينافسوا على البطوله، بينافسوا على الكاس اللي بتاع اسبانيا تاني. وفي الفاينل بتاع كاس اسبانيا، وفي نفس الوقت كانوا لسه خارجين من الشامبيونز ليج ولسه في الشامبيونز ليج. ده امكانياته ايه وده امكانياته ايه؟ امكانيات ايه؟ ده قدم لي ايه وده قدم لي ايه؟ يا اسطى اصل انا لا بشجع اتلتيكو ولا بشجع سيلتا. ما ينفعش تحط لي سيلتا فيجو كسادس اقوى فريق في اوروبا. انا بالنسبه لي هم مش سادس اقوى فريق في اوروبا، هم عاملين اندر دوج سيزون. جميل. بودو جلينت عامله اندر دوج سيزون، بورتو عامله اندر دوج سيزون. سادس امتع فريق في اوروبا. حلوه كده بالنسبه لك؟ بقت حلوه كده ثانيه. احنا كده في عالم تاني. انت كده كسرت كل المعايير اللي انت حاططها اصلا. انا ما كسرتش المعايير اللي انا حاططها. دوميننس في الدوري علاء اللي هو المفروض من 40% في وجهه نظرك. سيلتا فيجو واخده كام من ال 40 علاء؟ استنى اقول.
والله يعني أنا عشان ده هو علاء محدد الحاجات دي، ارقام هو محددها، انا ما مشيتش بالارقام بتاعته عامه، عشان انا مش هحط 20% على الفرقه دي بتلعب كوره حلوه عجباني ولا مش عجباني. يا ابني ما حتى انت مش- بتتفرج على الكوره ليه؟ هو انت بتتفرج على الكوره عشان تاذي نفسك يا نفسيا؟ حبيبي ده مش باور رانكينج متعه، احنا مش بنقيم الفرقه دي على متعتها ما انت الكروية. لازم في جزء معين تحطه على المتعه. انت أيوة. بتتفرج عشان تقعد تتاذي، أما عشان يبقى- تقعد تفضل باصص على اما الشاشه بقارن حاسس بملل اما وبتتوه وماسك بقارن الموبايل. اما بقارن فرق اللي قريبين من بعض في مستوى الدوري، قريبين من بعض في مستوى في اوروبا، قريبين من بعض في مستوى كل حاجه، كنت ساعتها اروح اشوف انت كنت عايز تعرف المتعه ايه؟ الكرويه. انت مدي سيلتا فيجو كام من 40 على الدوميننس في الدوري؟ 19 19 من 40. ماشي. ومديهم كام اوروبيا؟ من ال 30 بتاعت اوروبيا استنى 19 لا هيديهم رقم عالي يعني. مع جميع احترامي، انت اساسا فكره انت بتلعب في اليوروبا ليج دي لوحدها المفروض تخليك تبدا اساسا اخرك تبقى 15. عامة مش رقم. ما ينفعش تعدي ال 15 طالما انت تلعب في اليوروبا يا ليج. عم اهدى بقى، هم ما خدوش فعلا 15 14 14 و14 ماشي. 14 لا يعني 14 و14 يا عم استنى اقول لك الحسبه كانت كلها كام يا عم ولا تزعل. قول لي توتال كام من 100 عشان اكيد مديهم 20 في المتعه عشان كده يعني. لا عادي واخدين 10 بالمتعه. 10 في المتعه. والله العظيم. انت اتلتيكو قيمتهم ازاي يا اسطى؟ لا اتلتيكو قيمت ازاي انا مش يعني طب قول لي سيلتا فيجو جابت كام كتوتال؟ كتوتال يعني التوتال من 100 46 وده سادس اقوى فريق في العالم اوروبيا المفروض تقييمه. اصل ما فيش اي اتلتيكو فريق. كام يا اسطى؟ اتلتيكو انت عامل اتلتيكو كام؟ ما لو قلت لك هنزعل فخلاص. لا ما انا لازم انا لازم افهم انت عامل اتلتيكو كام. والله عامل مانشستر سيتي كام؟ مانشستر سيتي عاملهم كام؟ يخرب بيت السيتي 42 مش بعيده يعني. ايه 42؟ والله. انت مديهم كام دوميننس في الدوري من 40؟ اصل تاني الدوري ده انت المفروض يعني اخرك تديله ايه مثلا 35 32. ليه اذا كان عشان ده التاني. اذا كان ارسنال اول الدوري اول على الاخر واخد 28 يعني اول الدوري عايز نادي للسيتي اول الدوري 35 اول الدوري اخد 28 أيوة. من 40. طب ما تخلي اللي ده التوب رقم، ده الرقم اللي انا مديه التوب يا سيدي. انا الارقام كلها قليله زي بعض في ذمه الله. لا حول اول الدوري اوتوماتيك 40 يعني انت دوميننس الدوري ليه ان شاء الله؟ عشان انت اول الدوري. ليه ان شاء الله؟ ليه؟ ده على اساس ايه؟ عشان ارسنال الفرق بينه وبين التاني 9 نقط، اكبر فرق بين اي حد في التوب 5 ليجز اصلا ارسنال. بص هتقعد تفضل تهبد وتفضل تتنطط كل ما هنجيب سيره ارسنال ما تكملش. ما خلاص يعني مش محتاج. ما لا بعد ان انت اساسا انت مدي 28 لاول الدوري من 40 فكره دوميننس منقصه 12 درجه وهو اول الدوري بفرق 9 نقط فاقوى دوري في العالم، فاحنا بنهزر. ايه الهزار في كده؟ براحتك يعني. خلاص انت معاييرك مضروبه بالشبشب يعني. خلاص انا مش هتكلم. سيلتا فيجو يا باشا يبقى السادس طبيعي. ايه المعايير اللي مضروبه في الشبشب في الموضوع؟ ازاي علاء اكتر فريق اول الدوري بفرق 9 نقط عن الثاني. جميل. واول العالم اوروبيا رقم 1 في الشامبيونز ليج ولسه في البطوله وكل حاجه سيبك من اوروبيا يعني. خلينا نتكلم. انا بتكلم محلي. احنا بنتكلم محلي. رقم 1 محليا اوتوماتيك. رقم 1 محليا اوتوماتيك لازم يبقى 40 من 40 طالما انت اول الدوري بتاعك. باشا عشان كده مثلا بالنسبه لي انتر محطوطه في الليسته. طب يعني انت برضو على كده برشلونه المفروض برضو اديها 40 من 40؟ لا طبعا. لا طبعا على بيور دوميننس في الدوري. لا عشان انا قلت لك اللي انا محدد 4 معايير للمستوى المحلي. جميل. منهم صعوبه الدوري. هل انا ينفع اقارن صعوبه الدوري الانجليزي بصعوبه الدوري الاسباني؟ استحاله. جميل. يعني انت المفروض اساسا مدي اوتوماتيكلي ارسنال 10 طبعا لصعوبه الدوري. ده كده يعني انت مدي ارسنال 18 من 30 عشان هم اول الدوري بفرق 9 نقط. هل انت مقتنع باللي انت بتقوله ده؟ لان انت حاطط متعه الكوره. انت متعه الكوره مديها 20% انت بتخرجني بره الكلام ده اصلا. باشا انت رحت من فاكتور بتنط في فاكتور تاني خالص. ليه؟ فاكتور بنط فاكتور. انا بقول لك ده سب فاكتور تحت ده. انت دلوقتي علاء علاء دلوقتي انت لا عايز اشرح لك عادي. انا ممكن اشرح لك. عندك 40 انت مدي الدوميننس الدوري 40 صح؟ ايوه جميل. ال 40 بتاعتك دي انت مديها 10 لصعوبه الدوري وال 30 التانيين ايه بقى؟ ال 30 التانيين يا سيدي اقول لك. ايوه عشان لازم نفهم يعني. 30 التانيين دي ممكن افهم 20 على حسب مركزك. لو انت تاخد الهيمنه بتاعت حضرتك. يعني ايه هيمنه؟ اللي انت نازل دوميننت على الفريق اللي قدامك اللي بتلعبه في الماتشات في الدوري. جميل. انت فريق دلوقتي اول الدوري فرق بينك وبين اللي بعديك 9 لا هو انت هتبص على انت فريق اول الدوري ولا انت هتبص في الماتشات اللي لعبتها كنت عامل ازاي في دي؟
معلش ولا يعني انت عندك 20% اصلا حاططهم على متعه. انا ايه نظرك علاقه للماتش. المتعه؟ بقول لك هيمنه، ايه علاقه الهيمنه بالمتعه دلوقتي؟ طب هيمنه دي بالنسبه لك اللي هو ايه؟ طب بقول لك ايه، انا هو ممكن بالنسبه لي الهيمنه ان انا كسبت ماتش 1-0 يا عم هجيب لك اكزامبل قريب. هو يوم ماتش فرانكفورت، هو فرانكفورت كانت عارفه تعمل معاكم حاجه؟ ماتش فرانكفورت مين؟ ليفركوزن. سوري ليفركوزن، انا اسف. لا ما كانتش عامله معانا حاجه. ما كانش معاكم حاجه. طب ما انت كده مهيمن على ليفركوزن طول الماتش. جميل. هل انتوا بتقدموا كوره حلوه ولا لا؟ لا ما بنقدمش كوره حلوه، انا مش بس عادي. في وجهه نظرك ما بنقدمش كوره حلوه، بس عادي، بس انت مهيمن عليه. ماشي جميل. يعني انت عارف يعني تسيطر على مجريات المباراه كلها جميل. من A to Z لاخر الماتش. ماشي. انا عايز افهم ارسنال في وجهه نظرك نزلت 12 نقطه من لا انا مش هقعد اقول لك كل واحده بقى انا مديها لك كام. لا انا بتكلم بس عشان نفهم بس التفكير ده فاكتور ده الفاكتور الثاني في اللي هو المستوى المحلي. الفاكتور الثالث ادائك في الاوي جيمز عامل ازاي. ماشي. ايه ارسنال ادائها وحش في الاوي جيمز؟ بالله مش قصدي على بص هو انت ليه هو لازم اديله ال10 في كل حاجه عشان هو اول لازم انط له ال10؟ لا اما تبقى انت الاول في الحاجات دي كلها لازم يبقى اخد حق ان انت اول في الحاجات دي كلها. انا مديك حقك على الماتشات اللي انت عملتها. خلاص. بتتكلم عن حاجه اسمها الثبات الانفعالي تقريبا. مش ثبات الصلابه الذهنيه، المينتاليتي بتاعتهم عامله ازاي. عادي. ارسنال ما قررتش اي حاجه السنه دي، خسرنا ماتش من بعده بنرجع فرقه عاديه جدا. خلي نقاش ارسنال ده اصلا ما نجيب سيره ارسنال. ايوه بالظبط. معلش انا اسف، الكلام خدني في عشان بس سيلتا فيجو جايبه 63 من 100 وطلعت 63 ايه 63 ايه انت قلت 63 ايه قلت لك 46 63 ايه 46 وبس سادس ايه 63 ليه ارسنال توتال. ايه ده انت اول نهار جيم اسود. 35. انت الاول عندك جاب كام؟ مالكش دعوه، مش قصتك. لا بس مش عايز اعرف مش هو مين قصتك. اما نوصل احنا وصلنا إيه لو عايز تعرف جاب كام بس اقول لك هو كمجموع. بس الاول عندك المفروض هو اقوى فريق في العالم جاب كام؟ استنى انا كنت حاطط السكورات فين. لا هقول الاول 84. اول المفروض اقوى فريق في العالم جايب 14 يا سيدي. طب ما هي نسبه وتناسب، انت لو بتدي يا سيدي فول ماركات انا بديها بدرجات مختلفه. بس هو اعلى حاجه عندي ال 84. مفيش مشكله خلاص، مش مشكله خلاص. فهي موازنه بعضها. خلاص احنا هنسيب الناس ترد عليك على حوار سيلتا فيجو سادس اقوى فريق في اوروبا ده، لان انا مش قادر اتجادل معاك في اكتر من كده طالما انت معايير التقييم عندك انا مش فاهم بتحددها على اساس ايه بصراحه. بس ما علينا. انا قلت لك انا بحددها على لا ما ده إيه؟ مش منطقي يعني. تقسيمتك انت بتحدي في فريق مديله، انت مش عارف تشرح لي ال 30% التانيين على اساس ايه. بس هنشوف ايه انت قلت 40% للدوميننس الدوري. ايوه 30% اداؤه عندك 10 على صعوبه الدوري. 10 10 من ال 40 بتوع الدوري. في الفاكتور الاولاني. الفاكتور الدوري اللي هو ال 40% متقسمين 4 عشرات عادي جدا. جميل. ايه بقى الاربع عشرات؟ تاني زفت صعوبه الدوري. ايوه. بعد كده يعني انت بتنسيني صعوبه الدوري، الهيمنه الدوميننس بتاعتك في الماتشات، الاداء في الاوي جيمز، والصلابه الذهنيه بتاعتك طول الموسم. جميل. كل واحده من دول واخده 10. الصلابه الذهنيه دي تندرج تحتيها ايه؟ مش تندرج تحتيها الدروبات اللي بتحصل لك في الموسم بس وانت جميل. بتعدي منها ازاي؟ ماشي. يندرج تحتيها برضو انت كفرقه لما بيبتدي في اي ماتش يتجاب عليك اجوان، هل انت عندك القدره ان انت تقلب النتيجه ولا لا؟ ماشي. حالات استثنائيه مثلا طرد منك لعيب، حصل حاجه جوه الماتش، عرفت تتعامل معاها ولا لا؟ جميل. انت هتقيمهم ازاي بقى؟ يعني انت هتقول الماتش ده فرق القوي مثلا. انا قيمتها ازاي؟ يعني انت عندك مثلا فرق قوي ماتشات الحوار ال10 بوينتس بتاعت القوي. انت فريق السنه لحد دلوقتي لاعب مثلا 40 ماتش 40 ماتش وال 20 منهم قوي. فانت بتشوف ال 20 ماتش كسب، لو كسب 18 وخسر 2 مش هياخد 10. ببص على ماتشات القوي واحنا اظن اتفرجنا على معظم الماتشات دي، برضو بفتكر الماتشات انت كان شكلك في الماتشات دي عامل ازاي. يعني تعالى نفتكر لو هجيب لك على ارسنال ثانيه. انا اسف بس انا هقاطع المبدا ده. بس انت اوريدي حاطط اصلا 10% على فكره ان انت دوميننت في الماتشات ولا لا. فانت حاططها تاني في الاوي جيمز ولا لا؟ عشان الاوي جيمز غير الهوم جيم. ماشي. يعني انت عامل اساسا دوميننت. ده بالعكس انا بديك فرصه زياده في الاوي جيمز، لان انت الاوي جيمز بنسبه كبيره هتبقى متاثر. ماشي. انت تقييمك انا مش عارف احدده ومش عارف افهم هو متحدد على اساس ايه بالظبط. حتى وانت ايه الصعب في اللي انا بقوله؟ اللي انت بتقوله على يعني مثلا ملوش مبدا. يعني ايه ملوش مبدا؟ ايه اللي ملوش مبدا فيه؟ يعني انا النهارده شفت ارسنال باشا او شفت اي فرقه اديت لك الليفل بتاع الصعوبه خلصنا منه. ماشي. الصعوبه دخلنا في الماتشات. ساعتك عندك 38 ماتش في الدوري. جميل. انت كل ماتش من الماتشات دي نزلت، هل انت ماسك الكوره وماشي الماتش على مزاجك مش مخلي الفرقه اللي قدامك عارفه تتنفس ولا لا؟ ماشي. دول 10 تانيين دول الدوميننس بتاعت الماتشات. دول 10. ال10 دول بقى علاء بيحددهم على اساس ايه؟ يعني انت مثلا فريق لعب 40 ماتش. ده رايي انا على اساس فرجيتي انا. مش قصدي. ما هو فريق لعب 40 ماتش ماشي.
انت ما اتفرجتش على ال 40 ماتش بتوع كلهم، حتى يا سيدي لو اتفرجت، لان انت اكيد ما شفتش كل ماتش الفرق دي كلها لعبتها الموسم ده. انا باكد لك معلومه 100% على ان انت ما اتفرجتش على ماتشات سيلتا فيجو غير وهي بتلعب الكبار مثلا. لا اتفرجت على ماتشات. كام ماتش يا علاء من ماتشات سيلتا فيجو بتاعت الموسم اللي هم غالبا دلوقتي في رينج ال 50 ماتش 50 ماتش بين الدوري والشامبيون واليوروبا ليج والكاس والكلام ده كله؟ انا يا عم 40 ماتش اكيد. انا حتى اليوروبا ليج ما شفتش غير ماتشين بالعدد بالظبط. انت هتحدد بقى كونسبت هم دوميننت ولا مش دوميننت على اساس على عادي. الماتشات بس اللي انت حاجه شفتها. اسمها هايلايتس لو تسمع عنها. الهايلايتس دي فيري غير واقعيه. انت ما ينفعش تحكم على ماتش من الهايلايتس. ليه اللونج هايلايتس ما بتوركش لا الحاجات طبعا. اللي كانت بتحصل في لا الماتش؟ طبعا لا طبعا. طب ممكن كمان. لونج هايلايتس ستيل 10 دقائق من 90 دقيقه. لو انت عارف الفرقه وبتلعب ازاي وشفت الهايلايتس مش هتعرف ايه اللي كان بيحصل في الماتش. ماشي تمام. انت شايف كده ماشي. براحتك. يعني بالنسبه لي ده مش ستاندرد. يعني اقول لك مثلا انا في وجهه نظري مثلا لو هتكلم في هذا هديك 10 مثلا على صعوبه الدوري، 20 هدي 20 درجه على مركزك في الدوري. انت ليه؟ اول عشان ده الطبيعي اصلا اول ليه الدوري. اديك 20 درجه على مركزك في الدوري؟ عشان ليه؟ ده نسبه يعني دي حرفيا ده الدوميننس بتاعك في الدوري السنه دي. انت الباور بتاعك متحدد. احنا بنعمل باور رانكينج على اقوى فرق في العالم. اما بلعب في اصعب دوري في العالم وانا الاول في اصعب دوري في العالم هو انت ليه سيلتا فيجو حرقاك؟ بس انا عايز افهم بس هي سيلتا ليه ده دخلت في دماغك؟ علشان على بالقيم اللي انت حاططها سيلتا فيجو مستحيل تبقى فوق اتلتيكو. مستحيل. انا بالقيم اللي حطيتها سيلتا فيجو طلع فوق اتلتيكو. ماشي. بس ده بالنسبه لي عبث. فده وانا مش عارف افهم ازاي اساسا سيلتا فيجو وصلت لهذا. انا مش هقدر افهمك للمره الخامسه. فخلاص مش مشكله. احنا لسه عندنا 5 فرق لسه هنتكلم فيهم. انا مش هقدر افهمك للمره الخامسه. خلينا نشوف قدام الدنيا عامله ازاي. يعني انا كده خلاص ضمنت ان انت كده الناس هتقول لك انت ما تفهمش كوره اصلا. بس سيلتا فيجو اقوى من اتلتيكو وليفربول واستون فيلا ومانشستر سيتي دي اساسا. انا حر يا سيدي. ده رايي انا حر فيه. وجهه نظر تحترم. ماشي. رقم 5 بي جي. انا ريال مدريد. بي جي. انا ريال مدريد قبل بي اس جي. مش بعيد. احنا مش بعيد. احنا مع بعض. باريس اول. باريس مكمله في الدوري في الشامبيونز ليج زي مدريد. فرق بالنسبه لي مدريد الثاني باريس اول. باريس دوميننت اكتر في الملعب عن ريال مدريد. احنا عارفين فورمه ريال مدريد الموسم ده عامله ازاي. باريس ما كانتش كويسه قوي في بدايه الموسم. جميل. بس ستيل وما زالت ما فاقتش برضو الفوق اللي ما فاقتش الفوق اللي تاكل الاخضر واليابس بتاع باريس السنه اللي فاتت. ده اللي مخليني حاطط باريس خامس بس مش اكتر. انا عشان كده بالنسبه لي يعني مدريد قبل باريس. مدريد بالنسبه لي السنه دي مش مقنعه. هي عملت ماتشين كويسين قدام 3 ماتشات عشان يبقى الحق واضح. لا 3 ماتشات. خليني احط الموضوع في سياقه. اتفضل. كان في اول السيزون. لا مش في اول السيزون. لا اول السيزون كان في بوادر. تشابي الونسو جه عمل بدايه كويسه لغايه ماتش كلاسيكو. لغايه ماتش كلاسيكو. هو فينيسيوس لما فينيسيوس من بعد كده ابتدى دروب. بعد ما مشي برضو انا شايف انشيلوتي اربيلو مش هحكم عليه كمدرب لان لسه ما شفتش منه حاجه. مش هنحكم عليه كمدرب. الراجل بدا بدايه عاديه جدا. بس خسر من البسنتي عادي مش مشكله يعني. بعديها هي مش عادي بس تمام. لا اول ماتش ليه والدنيا وانت عارف لسه مش الازمه الكبرى. ماشي انا ما قلتش يعني. ازمه. نيجي بعديها خرج من البسنتي ودي حاجه بالنسبه لي تخليه اسمها البسنتي مش فارقه. مش فارقه. دي حاجه بالنسبه لي تقلله شويه. لعب ماتشين كبار قدام السيتي ولعب ماتش كويس قدام بس برضه عمل حاجه كويسه. ابتدى يصعد شويه شباب يملوا فراغات في الفريق وانتم كنتوا محتاجينها. ده ملوش دعوه بالنسبه لي بدوميننس. لا ماشي. انا بذكر هو عمل ايه. كريدت ليه على اللي هو عمله. الراجل عامل حاجه كويسه وقدام ان شاء الله ممكن يطلع اعلى من كده لو فضل بالمستوى ده قدام. والفريق بيتحسن لو فضل على هذا الاساس لقدام نعليه عن كده. بس انا بالنسبه لي انا ما اقدرش اعليه على فريق زي بي اس جي بسبب فاكتور ان بي اس جي داخل الموسم هو كده اقوى فريق في العالم. بدايه الموسم ما كانتش احسن حاجه بس بدا يمسك فورمته تاني. بي اس جي في الملعب احسن مش الفورمه اللي زي ما هي عشان يعني. كان عندهم اصابات. بي اس جي دلوقتي احسن بكتير في الملعب. بي اس جي دلوقتي دوميننت اللي في استهانه من بي اس جي بالدوري. هو كده بي اس جي يعني هو خلينا متفقين. بي اس جي لو بتلعب في دوري اقوى شويه من الدوري الفرنسي احنا ما كانش هيبقى في نقاش اصلا بي اس جي ولا ريال مدريد يعني. ماشي. لو بتلعب في دوري اقوى شويه دلوقتي بيلعب في الدوري الفرنسي واللعيبه مستهينه بالدوري. هو ده انا بالنسبه لي ده في وجهه نظري مقلله. بس انا بالنسبه لي هو لسه اول الدوري الفرنسي. ماشي تمام اوكي. ومكمل في الشامبيونز ليج ودوميننت والراجل يعني بياكل الاخضر واليابس. عامه والله مش بعيد يعني. ومدريد يعني من زي حتى ما فيش حد فيهم مثلا في دور المجموعات في الشامبيونز ليج طلع دايركت علشان علي كفتها. الاثنين طالعين ملحق. الاثنين طالعين ملحق. فبالنسبه لي عادي يعني. الرابع انا الرابع ريال مدريد. ريال مدريد عادي بس عكسينهم اكس بس حاجه عادي. اللي عايز يحط رابع اللي عايز يحط خامس الاثنين زي بعض عادي بالنسبه لي مش فارقه كتير. ثالث يلا عشان انا هتشتم دلوقتي منك انا عارف. ثالث لا عادي براحتك والله. ماشي
اكيد انت برشلونه. انا الثالث بالنسبه لي برشلونه. ارسنال. انا مش هرد عليك. وانا مش هرد عليك. بص، ما فيش حاجه تعلي برشلونه على ارسنال في التقييم ده، غير ان انت مدي ارسنال 0 في تقييم المتعه الكرويه، ومدي برشلونه 20 والله مديكوا 5. والله كريمكم مديكوا 5 كده 20. احنا هنهرج. ماشي احنا هنهرج. بص لا طب اسالك سؤال ابعد عني وعنك. اسال شخص محايد ملوش دعوه بالحياه بيتفرج على الكوره. انت مش محايد. انت مش محايد برشلونه اصلا. انت مش محايد. لا بتكلم في الحياه في المطلق. في ماتش دلوقتي شغال لارسنال وفي ماتش شغال لبرشلونه، قدام اي فريق في الحياه قول له هتقعد تتفرج على انه ماتش. اتفرج على برشلونه. انا ارسنالي وبقول لك يعني هتفرج على برشلونه. طيب عشان خلاص. كده برشلونه امتع على عيني وعلى راسي. ايوه. بكره لو برشلونه هتلعب ارسنال، انا بالنسبه لي ارسنال هي الجبهه الاقوى. مش كتير، مش اعلى، مش بتنانين يعني مش هقول لك 70 30 55 45. هو انت أرسنال. ليه معتبر ان لان على بص خلينا بس واقعيين وصراحه كده. اما تيجي قارن الدوري الانجليزي بالدوري الاسباني، الدوري الانجليزي اقوى من الدوري الاسباني. يا ماشي انا تمام. اوروبيا ايوه كتصنيف تشامبيونز ليج ارسنال الاول ب8 انتصارات. هتقول لي على عينه وعلى راسي. وماتشات ارسنال ايوه دي نقطه في صالح ارسنال. ودي نقطه في صالح ارسنال. ماتشات ارسنال كانت اصعب بكتير من برشلونه. لا انتر. لا هو صح وحتى لعبه البايرن وكسبتهم كلهم اي ماتش بسكورات. برشلونه مش بسكورات 4-0 3-1 4-0. ماتشات برشلونه الكبيره حتى في دور المجموعات احنا خسرناها. ايوه لا انت صح. خسرته انت صح. لا في اوروبا أيوة. في اوروبا دي بتاعتك. ايوه ما انا اوروبيا اقوى. الدوري بتاعي اقوى. انا اول الدوري بتاعك اقوى. بس انت بالنسبه لي مش كل عوامل فرق اكتر منك. يعني اول الدوري مش قصدي انا اول يعني انت دوميننس. انا اول اقوى دوري في العالم. تمام جميل. اول اقوى دوري في العالم بفرق 9 نقط عن الثاني. طب انا اسالك سؤال ومن غير اول تشامبيونز ليج اوروبا. ده مش عصبيه. هل انت كارسنال بتنزل كل الماتشات اللي بتلعبها في الدوري انت دوميننت على اي فرقه بتنزل تلعب قدامك؟ انا ما بلعبش في الدوري الاسباني. لو بلعب في الدوري الاسباني انا بتكلم على الدوري الانجليزي. 80% من الماتشات 80% من الماتشات بنزل قدام اي فرقه في انجلترا ببقى دوميننت في الماتش. ماشي. انت اسلوب اللعب مش عاجبك بس انا ببقى. انا ما بتكلمش على اسلوب لعب دلوقتي. انا ما بتكلمش في اسلوب لعب. معظم الاستحواذ دايما مع ارسنال. الكور الخطيره. الفرق ما بتهاجمناش. الفرق ما بتروحش علينا بفرص خطيره. ولا انتوا ماشي. ده انت بالنسبه لك دوميننس ان انا شاطر على الفرقه الثانيه 16 كوره. انا دوميننس بالنسبه لي ان انا قعدت شهر كامل في اول السنه ما تشطش عليها كوره. على الجول. انت فاهم يعني انا قعدت شهر كامل في الموسم. وقعد شهر كامل في نفس ذات الموسم بتخلص كل ماتشاتك بالركنيات. ما بتعرفش تخلص حاجه قدام في الاجوان غير بالركنيات. ماشي. على الناحيه الثانيه برشلونه عندها 600,000 حل هجومي تعرف تجيب بيه جوان بكل الطرق وكل الاشكال. انا في الموسم يا اسطى لحد زي ما انت عندك عقم هجومي انا عندي عقم دفاعي عادي. مفيش فرقه كامله. ماشي يا حبيبي انا مش معترض. بس انا اللي انا بعمله ده في الدوري الانجليزي احسن من اللي برشلونه بيعمله في الدوري الاسباني. انا عمله في اوروبا هو مش عامله في اوروبا. وانا قلت لك انت ليك البوينت بتاعت اوروبا. انا ما اتكلمتش. بس انت ما تكلمنيش البوينت المحلي اللي انت اعلى مني في حاجه. احنا الاثنين زينا زي بعض. لا انا اعلى منك انت اول وانا اول. انا دوري انجليزي انت دوري اسباني. انت ما بتلعبش حد. نسبه الصعوبه مش بعيده. لا بس بعيده. لا نسبه الصعوبه بالنسبه لي مش بعيده. بعيده ده في رايك انت وراي لاي حد بيبقى متعصب للبريمير ليج. مش متعصب للبريمير ليج. على بريمير ليج 6 فرق في الشامبيونز ليج. ال6 فرق اتاهلوا. أيوة. 5 فرق من اسبانيا. احنا النهارده في كام منهم فرق؟ ماشي. كام فرقه منهم مجموعات. احنا انت التوب ليفل في اسبانيا جامد. التوب 3 فرق في اسبانيا جامدين. ما فيش اختلاف ان اتلتيكو ريال مدريد برشلونه جامدين. هو مين الفرقه اللي موجوده من انجلترا دلوقتي؟ ارسنال ليفربول بس فين؟ ماشي. ارسنال ده الاول. ليفربول ده الكام؟ في الايه في الايه في البريمير ليج الخامس صح. ليفربول الخامس. بس ليفربول في الشامبيونز ليج كانت الثالث بعد البايرن على طول. طيب المحصله النهائيه انا واصل بثلاث فرق. ساعتك وصل بفرقتين. جميل. انا بقى في دور 16 قبل الجوله انا دخلت ب5 ما فرقتش. انت بتقارن دلوقتي صعوبه الدوري بصعوبه الدوري. انت مش بتلاعب اتلتيكو. ايوه انا قلت لك انت الدوري اللي اصعب. انا فعلا اديك الكريدت في الحته دي. والفرق كبير مش صغير. انا مش شايف الفرق كبير. ليه بقول لك الفرق كبير يا علاء؟ لان يا عم ده وجهه نظرك انت مش وجهه نظري انا. اشرحها بقى. سيبني اشرح ليه. انا بقول لك ال6 فرق بتوع انجلترا اللي دخلوا 5 منهم اتاهلوا في التوب 8. واحد فيهم اللي هي نيوكاسل اللي هي ال12 في الدوري متاهله ل11. ماشي. اسبانيا دخلت ب5 فرق. برشلونه بس اللي في التوب 8. اتلتيكو وريال مدريد الاثنين ملحق.
وبلباو وفيا ريال الاثنين ما تاهلوش اصلا، خرجوا من ما توصلوش للتوب 24. دي الفرق اللي انت المفروض عندك في الدوري بتنافسك. تمام. انا الفرق اللي بتنافسني اما راحت اوروبا جميل كلهم اتاهلوا، خرجوا بعد كده اما لعبوا التوب ليفل في العالم، بس هم ما خرجوش اما لعبوا اتلتيكو بلباو ولا خرجوا اما لعبوا بودو جلينت. مين اللي خرج؟ لا عادي ده بلطش في انتر عادي. طب انا مالي انت جت في السكه، انت بتاخد انا مال امي، انا مال امي. باقي الفرق اللي انت بتقول لي عليها انه دول فرق تنافسيه واصعب والكلام ده ما وصلتش اصلا، ما لعبتش فرقه، ما لعبتش هي ما يا ابني انا قلت لك من الاول في حته اوروبا انت عندك حق. انت أيوة. انت يا سيدي اجمل. انتوا دوري 3 فرق، فرقتين اساسا واتلتيكو معاكم كده، حتى مش يعني اتلتيكو جامده واحترمها وكل حاجه، بس اتلتيكو بالنسبه لي دي زي اخرها زي تشيلسي، زي تشيلسي في البريمير ليج خاصه مع جماهير الفرق الثانيه. يلا ماشي يعني ما عنديش مشكله، يعني مش دي لازمتي في الحياه. قول لي بقى فرقه بعد كده اساسا في الدوري الاسباني لو راحت الدوري الانجليزي هتخلص في التوب هاف اصلا، هتخلص في مركز يروح اوروبا. سيلتا فيجو سيلتا فيجو هتخلص يا حبيبي 15 في الدوري، ما كانش 16 في الدوري. عارف مين يا حبيبي عندنا في الدوري الانجليزي اخر واحد لعب زي سيلتا فيجو؟ مين عندنا؟ انت كمان بقيت من هناك؟ من انت رحت خلاص. انا مواليد لندن. عارف مين اخر واحد؟ عارف مين لعب باسلوب لعب سيلتا فيجو ده في الدوري؟ عارف اللي حصل لهم؟ عارف مين؟ كانت ليدز مع بيلزا اما كان عندهم رافينيا وهبطوا، عشان هو انت في الدوري الانجليزي ما تلعب اللعب اللي انت بتقوله ده. رافينيا قعدهم في الدوري وبعد كده مش هم اللي هبطوا لوحدهم، وعمل اللي عليه. ما اسمحلكش. خلصوا اساسا فين؟ في البوتم هاف في الدوري الانجليزي، لان سيلتا فيجو دي لو راحت الدوري الانجليزي اقسم بالله العلي العظيم هتنافس على الهبوط. هو انت ليه خدت الافيه على انه بجد اصلا؟ انت مالك؟ مش انت اتعصبت كده ليه؟ ما اصل انت بتكلمني، ما ده سادس الدوري بتاعك، سادس الدوري بتاعك اللي انت بتتكلم فيه، وحطوا سادس اقوى فريق في العالم. ده لو راح الدوري الانجليزي هيهبط، هينافس وولفز على الهبوط. انت ايش عرفك؟ انا بقول لك الله اعلم، يعلم الله. لو راح الدوري الانجليزي خد الفلوس اللي بياخدوها في الدوري الانجليزي من كاس الدوري الانجليزي، الله اعلم الفريق ده هيبقى عامل ازاي. مش هيعمل حاجه، ما تحط السيناريو عمره ما هيحصل. ماشي، عشان اسلوب لعب الدوري الاسباني الجميل اللي احنا شفناه مع مدربين جمال جدا جميل بيجوا ياخدوا على هو انا بس انا عايز اقول لك على حاجه. هو كل المدربين او يعني بس عشان مش كل بيروحوا معظمهم اللي في الدوري الانجليزي جايين من الدوري الاسباني. ماشي يعني بيروحوا فين؟ بيروحوا يمسكوا فرق عامله ازاي؟ ايوه عشان معاكم فلوس، عشان معاكم فلوس. أيوة مش اكتر، وهم مدربين جامدين. ايوه حبيبي بيروحوا يمسكوا ايه؟ توب 6، ما بيمسكوش فرق زباله. ده عادي، ما بيمسكوش فرق واطيين. بيمسكوا مين بيمسك فرق؟ مين فرق؟ عندك راولا راولا ده كان بيدرب رايو فاليكانو. ماشي بورموث كام في الدوري؟ مش عارف 7 8 دلوقتي، مش والله ما عارف. بورموث التاسع. ايوه ايه المشكله؟ ما هو برضه بورموث عادي، وبورموث فريق من التيبل اساسا. يعني انت مع جميع احترام بورموث لو لعبت سيلتا فيجو بكره بورموث هتكسبها. بورموث ما بتلعبش في اوروبا اصلا والله الله اعلم. ولو لعبوا رايو فاليكانو ممكن تكسبها. اللي عارف ليه؟ عشان رايو فاليكانو بتلعب لو بلوك، عشان بتلعب لعب باسلوب الدوري الانجليزي. عامه رايو فاليكانو ما بتلعبش لو بلوك. انتوا سايد ما عندكوش حد بيلعب لو بلوك، عشان كده بتجيب 700 الف جول. ما بنعتمدش. انتوا الفرقه الوحيده اللي عندكم بتلعب لو بلوك ختافي. وشوف ختافي انا ممكن ابعت لك ختافي تفنش عادي عندك. لا ختافي هتبقى زي معاكم انت هتسلك قوي. ما هي وولفز بتلعب لو بلوك، انت ليه محسسني يعني ان الدوري الانجليزي مش هيقعد على لو بلوك؟ بس خمسه بقى هدوء بقى باشا. فورمتك الاخر 5 ماتشات عامله ازاي عندنا؟ خسرت من السيتي. ايوه كسبان الباقي. لا مش كسبان الباقي، هات ال5 ماتشات. خسرت من السيتي وتعادلت هات ال5 ماتشات. خسرت من السيتي وتعادل ماتش في النص بتاع ليفركوزن، وكسبت ال3 ماتشات التانيين. حلو. بدوميننس ال3 ماتشات اللي انا كسبتهم بدوميننس. ايه يا اخويا؟ بدوميننس. ماتش ايفرتون اللي انت كسبانه لما نزلت الواد اللي من على الدكه اخر دقيقتين، اخر تلت ساعه. كنا بنلعب وحش. عشان كنتوا بتلعبوا زي القرف على دماغ ابوك. ماشي. ايفرتون عملت حاجه في الماتش؟ لا ما انت ما لازم اصعد. ده بيقول ايه ده مجنون يعني ده ولا ايه؟ انا اللي مجنون حاطط سيلتا فيجو سادس. اما اقول ان انا كارسنال بلعب ايفرتون ما راحتش عليا بفرصه خطيره. انا ما كنتش هجومي كويس، ما قلتش انا لعبت ماتش حلو. تقولش هجوم بس انتوا ما تعرفوش يعني ايه هجوم. معلش يا حبيبي انت ما تعرفش يعني ايه دفاع. انا راجل يا عم الحمد لله البطولات تكسب بالدفاع مش يا عم الحمد لله. وانا قدرت اكسب بالهجوم. جوارديولا كسب البطوله امتى اما دافع؟ جوارديولا كسب الشامبيونز ليج امتى عليه؟ انا مش هكمل لا يا حبيبي. جوارديولا بعد ما كسبها في 2009 2011 مع احسن فريق في التاريخ. انا مش هكمل. مع احسن فريق في التاريخ. جميل. عمل ايه بعد كده؟ باشا مش انت حطيت برشلونه ثالث وانا حاطط ارسنال ثالث. كل واحد بقى حر في رايه. تقييمك غير منطقي. انا تقييمي منطقي جدا. تقييمك غير منطقي تماما. ايه
لا هو في نفس الوقت بايرن ميونخ. انا عامه يلا تاني؟ خش على التاني. انت برشلونه انا بايرن اكيد ميونخ. انا برشلونه التاني. انا بايرن ميونخ. اكيد انا بايرن ميونخ بايرن ميونخ التاني. عشان انا عندي ارسنال واحد. انا عندي ارسنال واحد. ليه ارسنال واحد؟ شيل صعوبه الدوري الانجليزي اصعب دوري في العالم واحسن دوري في العالم. لا مش مجرد كده، ده فاكتور اساسي. وانا اول احسن دوري في العالم. ماشي تعالى بقى نتكلم واقعيا. كرهتني في الدوري على اللي جابوه. تعالى بقى نتكلم واقعيا. بايرن لعبت مين السنه دي علاء؟ لعبت مين فين؟ في اي حاجه. لا فين؟ ده ايه اللي في اي حاجه؟ دوري تشامبيونز ليج لعبت مين؟ لا كده الدوري الالماني انت عارفين الدوري الالماني على قد الايد يعني. جميل. الدوري الالماني على قد الايد وصعوبته مديها كام من 10 على ايه الدوري الالماني؟ لا والله تقريبا كنت مديها واحد ولا صفر حاجه كده. والله صفر. طب والله العظيم صفر. والله العظيم صعب اصلا. جميل. صعوبه والله صفر. بايرن لعبت مين في الشامبيونز ليج علاء؟ نجيب الماتشات سهل. بايرن راحت فين؟ تشيلسي، بافوس، كلوب بروج، بي اس جي، ارسنال، سبورتنج، مش عارف يونيون اس تي، بي اس في، اتلانتا. جميل. اتلانتا هل ده فريق احلى من اللي ارسنال لعبته؟ ليفركوزن؟ لا الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض. جميل. ايوه بس هم ما راحوش يتهزقوا على ارضهم وتعادلوا. مين اللي تهزقوا على ارضهم وتعادلوا؟ هم ما راحوش كانوا خايفين اساسا يلعبوا على ارضهم. مش مشكله. انا اسف يعني. انا خسرت الماتش؟ لا ما خسرتش الماتش، اتعادلت قدام ليفركوزن. باير ذات نفسها كان ماتشها في النص مع ليفركوزن اتعادلت 2-2. اللي انت بتتكلم وفرحان قوي في نفس الملعب في نفس الاسبوع احنا تعادلنا مع ليفركوزن 1-1. أيوة. باير راح مش انت احسن منه؟ اثبت لي انك احسن منه. رحت على ارضه وتعادلت زيك زيه. ماشي انا ما لعبت المميز. مش انا لعبت باير يا عم انت كسبت باير تمام. 3-1 ماشي. اما مين فينا طلع اول؟ مين طلع فينا اول في الشامبيونز ليج؟ مش فارقه لي كتير. مش فارقه لك كتير. مش فارقه لي كتير. انت يعني انا طالع اول عليه ان هو تاني وانا كاسبه. هو الهدف صعوبه ماتشاته اسهل بكتير من ماتشات ارسنال. الدوري بتاعه انت مش معترف ان هو دوري صعب. انت مديله صفر كقوه. ايوه انت مديله رقم 1 على اساس ايه؟ رقم 1 على اساس ايه؟ دوميننس. اي دوميننس. اي ماتش هو نازله هو دوميننس على الماتش كله. معلش انا لما لاعب فرقه تحت السلم كل اسبوع، واما يوم ما لاعب فرقه شبه محترمه زي ليفركوزن اتعادل معاها 2-2، كسب دورتموند في اخر ثانيه في الماتش 3-2، اللي هم الفرقه المفروض اللي بتنافسوا في الدوري. بتنافسوا في الدوري. هو فرق 9 نقط. انت بتدخل دورتموند. لا انا بقول لك بتنافسوا. انا بتريق ان دي مفيش فرقه بتنافسه. مفيش حد بينافسه في المانيا اصلا. بالظبط محدش بينافسه. فدي الفكره. انت بتقول لي ان هو بياكل الاخضر واليابس. جميل. الراجل بياكل الاخضر واليابس في الفرقه الضعيفه اللي بيلعبها في اوروبا. مين الفرقه اللي في اوروبا اللي لعيبها اللي جامده اللي بتاخد اللي هو كسبها وكسبها بالاخضر واليابس؟ اذا احنا بقول لك الفريق انا مش حاططهم على ال 17، انا حاططهم الثاني. انا حاطط بايرن رقم 2. طب وانا حاطط ارسنال 1 علشان ارسنال لعبت بايرن وارسنال كسبتها. هنرجع نلف وندور ونقف عند نفس المعيار اللي انت مش عاجبك اصلا عشان انت فرقتك ما بتعرفش تلعب كوره وبتعمل اي كلام. انت بص وجهه نظرك ان فريق بيلعب كوره كويس او فريق بيلعب كوره وحش ده ملوش دخل في فريق اقوى من فريق في الملعب. لا ليه طبعا دخل بالنسبه لي. ملوش دخل. دي وجهه نظر. انت شايف ماتش بالنسبه لك ممتع. ما لازم يبقى الماتش ممتع. انا استفدت ايه كواحد بتفرج او بشجع؟ اتفرجت على فرقه ما بتعرف. فريق كسب. انا واحد ببسط اما ارسنال بتكسب. هل انت برايك اما ارسنال كسبت ايفرتون 2-0 انا كنت زعلان يعني؟ والله لو انت عندك دم المفروض معلش فريق كسب 2-0 بالمنظر الفرقه اللي بنلعبها ما هاجمتناش بكره خطره اصلا الماتش كله. انا زعلان. اول الدوري فرق 9 نقط هكسب الدوري. جميل. انا المفروض ازعل عشان يا انا زعلان جدا ان فريقي بيكسب. مش قصدي تزعل بس مش ما خسرناش غير 3 ماتشات في الموسم كله. انا اسف الناس اللي قاعده دي الناس اللي قاعده ورا دي كنا قاعدين احنا الثلاثه بنتفرج على الماتش ده مع بعض. ماشي. تمام. البي كان بيشد في الحجر. الباشا كان ماسك التليفون قاعد بيشوف مين بيضرب مين هناك ومين بيعمل ايه وهيخشوا امتى هنا وهيهجموا هنا من مين. جميل. وانا كنت قاعد بلعب كاندي كراش. جميل. انا قلت لك ان احنا فريق ممتع. طب هل انا قلت لك ان احنا فريق ممتع؟ استفدنا ايه؟ ما تستفادش. انا مش فارق معايا تستفاد. احنا هنا مش بنقيم مين الامتع بالنسبه لنا. احنا بنتكلم واقعيا. انا عنصر اللي انت ممتع ده بالنسبه لي مهم. جميل. مش بالنسبه لك مهم ما عشان يا لا وبيخسرك ماتشات ما عشان كده انت عامل قايمه وانا عامل قايمه. طبيعي. انت رايك اللي هم الاول. انا مش بحاول اقنعك بعكس رايك. ماشي. انا بقول لك بقى المنطقي بيزد على قائمتك انت انا تصنيفاتي بايرن هو الاول. انت اساسا انت مش مدي الحاجات حقها صح. ايه اللي مش مديه حقه؟ هل في اختلاف على ان بايرن بيهيمن على كل الماتشات اللي بيلعبها في الدوري؟ ماشي. انت مدي الدوري ذات نفسه صعوبته 0.
ماشي ماشي افتح على كده ارقام بايرن، افتح ارقام بايرن عشان انت مديهم انت قايل 84. 84 ماشي انت مديهم 84. ماشي اهو يا عم. خدهم لي بقى واحده واحده انا كده. الدوميننس في الماتشات طبعا 10 طبعا 10. ماشي طيب دول من ال 40 القوي ثانيه احنا بنتكلم انت عندك دوميننس محلي. انا مديهم صفر خالص اساسا في صعوبه الدوري. ماشي ده كل ده في المحل. ماشي الثاني دوميننس الدوري 10 كده كده ما فيهاش كلام. الاداء في القوي 9. جميل ماشي مشكله. الصلابه الذهنيه اظن ده هم مين اللي عندهم صلابه ذهنيه؟ هم اساسا هم اتحطوا في موقف في ما هو بالظبط ما هو متلجه هي مش فارقه معاهم اصلا. انت عارف الماتش اللي كانوا خسرانين وما عرفوش يعملوا فيه حاجه ايه؟ كان ماتش ارسنال. انا بتكلم يا ابني انا بتكلم في الدوري المحلي بتاخدني على اوروبا ليه؟ ماشي الصلابه الذهنيه ماشي يا عم اوكي ادي دول جميل. ادي كده 29 لوحدهم في المحلي. تعالى اوروبيا. تعالى اوروبا كام من 30 على اوروبيا. صعوبه الجدول بتاعهم كان 5. ماشي ماتشاتهم كانت افريج رغم ان كانت ماتشاتهم صعبه بس ماشي. انا حطيت طب ده انا حطيتها ماشي ما فيش مشكله. ماشي الدوميننس بتاعهم 8.5 ده باستثناء بالنسبه لي اللي هو ماتشكو. ماشي انت مدي ارسنال كام فيها؟ 8.5 برضه نفس الكلام. الفرقه اللي كسبت كل ماتشاتها في الشامبيونز ليج ما خسرتش ماتش. يعني معلش يعني ايه الدوميننس؟ ما جوش قدام ليفركوزن راحوا على ارضهم رجعوا ورا اتعادلت ماتش حتى ما خسرتش. انا الفريق ما هاجمنيش اصلا. اتليست الماتش اللي كان قدامك لعب قدامك كرة وهاجمك. مين ده؟ ايه ده ايه بايرن ما لعبش قدامك كرة؟ لا يا ابني بايرن ما جاتش الماتش ده. احنا خدنا بايرن 90 دقيقه. ده في خيالك انت بس. اسال انت اي حد. ده كان 90 دقيقه من ارسنال دوميننس. ماشي هم عملوا الكرة بتاعت الجون بقت 90 دقيقه في الماتش. الاوي برفورمانس بتاعه 7.5 الصلابه الذهنيه في دوري الابطال 6. بتاعت مين؟ بايرن. ماشي انا قلت وارسنال بقى مقارنه بيهم. اما انتوا يعني انا عايز اعرف المقارنه بين بايرن وارسنال. يعني انتوا الاوي جيمز 8 بس انتوا في الصلابه الذهنيه 5 بالنسبه لي. يعني انت نقصت 2 عشان ماتش تعادلناه. نقصت نقصت 2 من 10. اوكي عشان ماتش واحد. 2 من 10. ما هي مش الدوميننس اللي هو القوي دوميننس من 10. هو الفرق 1.5 ادم ما بين ده وده. ما بين ده وده في الحسبه كلها الفرق 1.5. بين حسبه ايه؟ بين حسبه ارسنال بين التوتال ما بين ارسنال وبايرن في حته اوروبا 1.5. ماشي الفرق محليا كام؟ محليا هيقعد فين؟ 28 فين 1 بس ما بين ده عشان مدي بايرن طبعا 20 في المتعه الكرويه ومدي ارسنال 5 طبعا لا هل دي فيها انكار اصلا؟ براحتك. انا دي كاتيجوري انت حاططها علشان انت عايز مدي ان انت المتعه الكرويه 20% من قوه الفريق عشان ده شيء مهم لاي بني ادم بيتفرج على كوره الا لو كان بيشجع ارسنال ده بالنسبه له مش مهم. انساه واعمل انت ترتيبك بقى. ده مش باور رانكينج. انت ما ينفعش تقول ان الفريق ده اقوى من الفريق ده عشان بيلعب كوره ممتعه يا سيدي. انا حاطط جوه الباور رانكينج بتاعي العامل ده. حتى لو هتحطها ما ينفعش تديها 20%. انا تاني مش منطقي انها تاخد 20%. هل انا قلت لك انت حط كام؟ خلاص انت برضو مالكش ان انت تقول لي انا احط كام. مفيش انا بالنسبه لي ده مهم. مفيش مشاكل بس انا يعني انت قائمتك دي كلها بتنافق بعضها من اولها لاخرها في ليفل منافقه غير طبيعي. ايه النفاق اللي فيها؟ انت كل اللي معترض عليه سيلتا فيجو اللي محشور في السادس ده هو ده اللي مضايقك. لكن انا معلش اي بني ادم طبيعي تساله اقوى 3 فرق في العالم كده هيقول لك برشلونه هيقول لك بايرن هيقول لك ارسنال. هيرتبهم ازاي وهيحط برشلونه هيرتبهم ازاي؟ انت مالك ومن راي الناس انت رخم جدا. هو حر. برشلونه رقم 3 ما ينفعش. انت مستفز. يعني بايرن ارسنال انا متفهمها انك تقول بايرن او ارسنال 1 و2 انا متفهمها. بص يا ادم برشلونه محطوطه في النص اصلا بتعمل ايه اصلا؟ برشلونه في النص عندك انت بتعمل ايه؟ هرجع اقول لك عشان المتعه الكرويه اللي بتقدمها برشلونه اعلى بكتير بليفل بعيد جدا من ارسنال. على برشلونه لعبت ماتشات كبيره ده بالنسبه لي. برشلونه لعبت ماتشات كبيره السنه دي يا اسطى. ما ترجعنيش للي انا قلته. انا مش عايز ازيد الكلام. قلت لك احنا الماتشات الكبيره اللي لعبناها خسرناها واديتك بوينت اوروبا كامله. قلت لك انت ليك الادفانتج هنا. يعني انا معايا ادفانتج في اوروبا بس معايا ادفانتج في الدوري. لا معكش ادفانتج في الدوري. معيش ادفانتج في الدوري ازاي؟ اذا احنا الاثنين زي بعض بس انا بلعب في دوري اصعب منك ازاي ما ينفعش يبقى عنديش ادفانتج في الدوري؟ مالكش اي ادفانتج في الدوري. انت مالكش ادفانتج على برشلونه في الدوري وفي الكارنت فورم برشلونه هي الكارنت فورم بتاعها احسن. على بس وفي المتعه الكرويه كده برشلونه احسن. انا اسف افتح لي بس هو برشلونه كده بس. حاجه. لا انا عايز اعرف. لا انا لازم افهم برشلونه. برشلونه اخده كام عندك كام من ال 40 بتاعه الدوري؟ لازم افهم. مش هفهمها. لا لازم افهم. لا لازم افهم لان انت ما ينفعش. انت فرق بينك وبين مدريد 4 نقط.
فرق بينك وبين مدريد 4 نقط. ايوه ده انت مدي لنفسك انت عارف ده معنى كده ايه؟ ده معنى كده ايه؟ ده انا عندي كمان منافسه. أيوة. مش مخلص الدوري فرق 9 يا حبيبي جميل. يعني في حد بينافسني، مش واحد سايب لي انت بتنافس الدوري واحد، مش واحد سايب لي الدوري وكل ما يكسب ماتش بخاف. انت بتنافس واحد. ما انت بتنافس واحد. لا انا دلوقتي في الموسم العادي لا، بنافس واحد في بس انا يوم ما بروح العب وولفز ال20 في الدوري جميل، انا عارف ان ده ماتش مقرف. انت لما بتروح تلعب ال20 في الدوري عندك انت بتريح لعيبتك كلها وبتكسب. لا بيتهيألك انت بتقول كلام انت لا في النص بين الماتش بين نيوكاسل، بالماتش نيوكاسل ايوه كان عندكم ماتش مين؟ نيوكاسل كان اشبيليا صح؟ والله ما اشبيليا. الاستاذ فليك رايح كام لعيب في الماتش؟ 2 او 3 بالكتير. 3 وهو نزله ونزله من الشوط الثاني. افتح الخطه. بدري. افتح لك الخطه. افتح الخطه بتاعت ماتش سيلتا. انا شايف ان انت بتهرف هاري ملوش اي افتح على الخطه بتاعت سيلتا فيجو. سيلتا فيجو سوري الخطه بتاعت جننته الماتش بتاع اشبيليا معلش. جننته افتح سيلتا خطه فيجو. ماتش اشبيليا. افتح خطه ماتش اشبيليا ويعني باستثناء خط الدفاع اللي هو برده رايح فيه افراد. لا هم مصابين يعني مش عارف هم مصابين. لعبوا ماتش نيوكاسل، في لعيبه منهم لعبت ماتش نيوكاسل. مش كوندي ولا بالدي، انا بقول لك في لعيبه هو لعب والله يا سيدي بالمتعه اهو. جارسيا في الجون ماشي، كانسيلو ماشي، مارتن كوبارسي اللي هم الاساسيين اللي هم الاساسيين لان هو قدام رايح ماشي. هو ده مش داور، ده كان كوندي اتصاب اللي هو تشافي سبورت ماشي. اللعب بيدري برنال ده اللي بدأ بيه بيدري برنال، رافينيا، اولمو، بارداكشي، راح لامين يامال، ليفاندوسكي وفيران توريس. فيران توريس هو لا هو انا مش فارق لي فيران توريس. انت اساسا لو شايف ان فيران توريس هو الاساسي دي مصيبه في عقلك اصلا. مش فارقه. اللعيبه دي اصلا خارجه امتى؟ اللعبه دي خارجه امتى ايه؟ خرجوا اللعيبه دي كلها ما كانتش الماتش، 3/4 ما خرجوش. بدري الوحيد اللي خرج 46. ايوه كانسيلو 66، برنال 67، رافينيا 82، بارداكشي 67. ولا مين يملك؟ ماشي طب تمام. مدوره عاديه جدا، روتيشن عادي جدا. ماشي. انت مش عارف تعمله قدام وولفز، دي مش قصتي. لا انا ما عنديش الرفاهيه ان اعمله قدام وولفز. ما انت ما عندكش رفاهيه فعلا، عشان انا ما ينفعش ارخي قدام وولفز ال20 في الدوري. خلاص دي مشكلتك. لا دي مش مشكلتي، ده بيثبت قد ايه الدوري الانجليزي اصعب بكتير. او بيثبت قد ايه انت عقيم هجوميا ومش عارف تخلص عقيم هجوميا. ان انت ايه رايك في وجهه النظر دي؟ لا لان باقي كل الفرق نفس الفكره. كل الفرق في الدوري الانجليزي نفس الفكره، هي مش فكره ارسنال. وكون اللي كل الفرق نفس الفكره، ومدربك لغايه دلوقتي ما اوجدش ليهم حل. وعندي اصابات على فكره في خط هجومي مؤثره. دي مش قصتي. لا عندي اصابات مهمه جدا في صناعه اللعب. سكراس بغض النظر عن اي اصابه. كون اللي الفرقه بتلعب قدامك بنفس الفكره وانت شايف انت ما ينفعش ترخي قدامه، مدربك مش عارف يلاقي حل، دي مش مشكلتي انا. جميل يا حبيبي، دي مش فكره. انا على فكره انا ما عنديش مشكله، انا خسران في الموسم ده كله في كل البطولات اللي لعبتها 3 ماتشات. خلاص انت متضايق ليه؟ علشان انا نفسي افهم التقييمات اللي انت حاططها على اساس انا فهمتك التقييمات اكتر من مره، انت مش مقتنع. انت مش بتقول لي الارقام، انت مش هقول لك الارقام بدون اساس. انت مدي ارقام عاليه بدون اساس. انا مدي ارقام باساس اللي مناسبني انا، اللي عاجبني انا. انت مدي ماتش واحد في الدوميننس الاوروبيين مثلا، ان هو تعادل في ماتش قوي في المانيا ما فرقش معاه في حاجه. اداله 2 من 10 قدام 10 ماتشات 9 هو كسبهم. ليفل باير ليفركوزن. ده انت يا جدع يا مفتري يا مفتري. ده هم 10 ماتشات، ده هم 10 ماتشات اتلعبوا. يعني ابسط حاجه ادي لكل ماتش نقطه، ابسط حاجه. ده حتى التعادل نص نقطه. يعني انت المفروض ارسنال بالمبدا ده تطلع بنص 9.5 في الدوميننس. انت كل اللي انت قاعد بتهري عليه اقول لك على حاجه. انا لو سويتهم في كل حاجه هتيجي برضو اقول لك على حاجه، اعتبرهم متساويني ادم. جميل. هيجي كونسبت المتعه الكرويه عندي. يلا بره يلا اكنس ارسنال ده بره. 20% من قيمه الترتيب ده اصلا ده لوحده كارثه. لا دي بص انا اسف بقى، دي مالكش دعوه فيها. ماشي. ده رايي انا ودي حريتي الشخصيه. هتتدخل معايا قوم امشي، ما تقرفنيش. ما عنديش مشكله. دي وجهه تقييم براحتك. ده انت رخم جدا. بس ان انت حاطط 20% على الكونسبت. يا عم انت مال اهلك، انا حر في لسته اقوى فرق انت في العالم. مالك ده عبث. انت مالك يا عم عبث وعاجبني. براحتكم يا ريت تقولوا لنا يا جماعه. ما براحته انت كمان هتخش للناس. يا ريت تقولوا لنا بس ان هل ده شيء منطقي ان احنا عشان المتعه الكرويه سيلتا فيجو رقم 6 في اقوى فريق في العالم؟ براحتكم. ايوه بقى هنسيب ارسنال ونروح نمسك بقى في سيلتا فيجو الغلبان اللي بياكل اللي بيقضي يعني عشان واي حد شايف ان برشلونه في باور رانكينج في تصنيف قوه دوميننس من بدايه الموسم لحد النهارده يبقى اعلى من ارسنال، فانا مع جميع احترامي ليه يروح يتعالج.
لان ده مش مبدا، مش عشان فرقه ما بتلعب كوره تبقاش شخص مغريه، عنصري. مش عشان لا مش عنصريه، انا راجل واقعي. انت انا شخص راجل عنصري. كلامي كله ارقام، انا كلامي كله انت ما أرقام. قلتش رقم، ده انا قاعد بفند لك قلتش ارقام رقم. من ساعه ما قلتش جيت. رقم. اما اول واحد في اديتني الدوري رقم. الانجليزي، اصعب دوري في العالم.